التجربه دي مع معالي المستشار لو كانت استمرت سنتين ثلاثه كان كل سنه بيراميدز هياخد بطوله. مفهوم مدير الكوره عندنا هنا في مصر. انت لمست يمكن اكبر مشكله في الكره المصريه والاداره المصريه عامه لكره القدم. الاتحاد اتفتح مخصوص عشان يتم قيد عبد الله السعيد، ايه اللي حصل؟ اشتغلت مده بسيطه في الاسيوطي كمدير كوره، شهر 4 شهر 5، جه شهر 6 النادي اتباع. تجربه الميريه بقى، احكي لي على التجربه لان انت رحت من منطقه تانية خالص. حسام البدري كان ليه كلمه ما بنساهاش دايما، جه قال لي انت بتشتغل شغل 13 واحد في النادي الاهلي. نادي بيراميدز ده اتعمل ليه علاقه بمنافسه الاهلي تحديدا او بالعلاقه اللي كانت متوتره في فتره ما بين المستشار تركي آل الشيخ والكابتن محمود الخطيب؟ معالي المستشار راجل اهلاوي اصلا بيحب النادي الاهلي. كان بيحب دي قليله، لا ده بيعشق النادي الاهلي. ناس كتير كانت بتكلم ناس عشان تبقى موجوده في بيراميدز، في اهلي وزمالك. مين لعيبه في الاهلي كنت عايزينهم ودخلتوا مفاوضات وما نجحتش؟ ولا لاعب. احكي لي كواليس اليوم بتاع عبد الله السعيد وقيده ومشاركته في الماتش واحرازه هدف واللي حصل قبل وبعد. بص عايز كل حاجه في الموقف ده. ماشي. عايز اسالك ايه اسباب انهاء المستشار تركي آل الشيخ للمشروع نفسه او بيع بيراميدز؟ الناس بتزيزه بقى، هو انت عايز ربنا يكرمك يا رب يوفقك تكسب حب جمهور الزمالك ورايح لجمهور الاهلي تكسب حبه وتاخد الفلوس من جمهور الاهلي، وعايز جمهور الزمالك ما يزعلش عليك بعد ما تمشي. هو انت عايز كل حاجه. يعني انت اللي جبت ابراهيم عادل. هقول لك انا دوري كان ايه بالظبط. احكي لي. انا عايز اقول حاجه بس عشان يا رب تبقى قاعده عند كل الناس. الكوره عمل جماعي، مفيش حد بيشتغل لوحده. برافو عليك، صح. هو احنا اصلا بيراميدز كان اسم بصراحه قوي، وده طبعا الناس اختيار الاسم جه ازاي؟ يا مساء الفل، يا مساء الجمال. حلقة جديدة من كورة توكس. النهاردة حلقة مهمة جدا مختلفة لأن هنتكلم فيها عن الإدارة في كرة القدم، وده جانب مهم قوي. يمكن كتير ناس مش ملمة بأساسيات إدارة الكورة في مصر تحديدا، فمهم قوي إن احنا يكون بينورنا ويشرفنا مدير الكرة السابق في نادي الميرية الاسباني الاستاذ محمد عادل. يا استاذ محمد ازيك؟ ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. انا مبسوط قوي بالمقدمه ديت ومبسوط ان انا معاك عامه. والله انا اللي مبسوط جدا، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا امير. الدنيا اخبارها ايه معاك؟ كله زي الفل الحمد لله. كله كويس الحمد لله. انت اللي قلب الدنيا مش انا. ليه؟ لا والله على قدنا يعني. حبيبي محمد. اداره الكوره بشكل عام احنا عندنا مفاهيم شوية هنا في مصر غلط، يعني ان مدير الكورة بيبقى موجود يتخانق مع الحكام، مش عارف يطلع يقول تصريحات مش عارف ايه، رغم ان في مديرين بيقدروا يعملوا كده وبيقدروا كمان يكونوا ناجحين جدا في جانب الإدارة نفسه، وفي نماذج كتير هنتكلم عليها في الجانب ده تحديدا يعني. لكن عايز ابتدي معاك تحديدا انت كمحمد من البدايات بالنسبة لك كانت جات ازاي؟ وانا عارف ان انت ابتديت القصه دي صغير قوي يعني. الحمد لله فضل ربنا. ابتديت الاول انا من عيله كرويه، والدي مدير فني اصلا وكان حابب من زمان قوي ان هو ياخدني في الحته الفنيه اكتر، بس انا كنت شايف نفسي ان انا حابب ابقى راجل منظم، راجل مهتم باللوائح، راجل حابب اتكلم مع اللعيبه واشتغل على عقليتهم. مهتم باللوائح من زمان. فانا كنت حابب الناحيه الاداريه، فكان ده نقطه خلاف بيني وبينه من زمان قوي. فابتديت حياتي وكاريري عامه في درجه ثالثه عندنا نادي في المنصوره اسمه بني عبيد. ده اصلا النادي عمي كان رئيس النادي، والدي كان المدير الفني. فالحمد لله ده ساعدني في البدايه ان انا احط رجلي على الطريق، ان انا اخش واتعلم جوه الاساسيات. اشتغلت هناك سنه، بعد كده اتطورت اكتر، رحت نادي المنصوره نفسه، كان ساعتها نادي المنصوره في الدرجه الثانيه. لحد ما اتعرفت على شادي الطويله في نادي نجوم المستقبل اللي هو خاص بدوري بيبسي المدارس وكده. شادي عرض عليا ان انا اروح هناك واشتغل معاه. كان ساعتها النادي لسه في الدرجه الثالثه. دخلت الحمد لله، فضلت اداري في الناشئين لمده 6 شهور. بعد كده شادي قال لي لا انت هتبقى مدير اداري، بعد كده لا انت هتطلع زي مشرف على الناشئين. وخلال سنه كده كامله الحمد لله حققنا صعود من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه اللي كانت تحت الدوري الممتاز مباشره. بس كان في تدرج سريع ما شاء الله يعني. والله الفضل يعني كان يرجع من الناس اللي كانت مسؤوله ساعتها على القرار في النادي، استاذ محمد الطويله وشادي الطويله. بصراحه هم كانوا شايفين فيا ان انا شاب مجتهد عنده حاجه مختلفه، بحب شغلي قوي. فهم كانوا شايفين ان انا مؤثر. في فتره 6-8 شهور بقيت مع الفريق الاول وبقيت واحد منهم. يعني كان مستر محمد الطويله في التوقيت ده كان دايما يقول لهم محمد واحد من اللي بياخدوا القرارات في النادي معانا. فده كان عندك كام سنه؟ ممكن
24. ما شاء الله. ممكن. يعني صغير خالص. يعني بس دي كانت برضو بتبقى مشكله في الاول يعني بعد اللي بص على بقى السن يقول لك لا لسه بدري بتاع. كنت بعد ما خلصت نادي نجوم المستقبل كان في للاسف ظروف الكوره في مصر مش احسن حاجه خالص، كان في ثوره وكان في ايقاف واحداث بورسعيد والكلام ده، فقلت لا انا هسافر السعوديه. الحمد لله ربنا وفقني واكرمني ان انا اشتغل في نادي الوطن السعودي. في الدرجه اللي كانت تانية ساعتها. كنت ماسك سكرتير اداره كره القدم، يعني انا مسؤول مع رئيس النادي على اداره كره القدم. ماشي. شغل اداري وشغل تنظيمي. تدخلات في الناحيه الفنيه بسيطه، ما كانتش كتيره في الوقت دوت. كان ليك تدخلات فنيه بسيطه اللي هي في حدود ايه يعني؟ في حدود برضو رأيي في اللعيبه، تقييم اللعيبه بالشكل اليومي في التمرينات. كانوا بيثقوا فيا كانوا بيثقوا فيا في حته اللعيبه الاجانب تحديدا، اختيارات وكده. بالظبط. والحمد لله انا دي حاجه بحبها يعني، ويمكن دوت خدت الخبره دي شويه من تعاملاتي مع والدي. والدي بقى من زمان كان يخليني اعمل تقارير وبتاع، فالحمد لله فضل ربنا. ده اثقل خبراتي من غير ما تاخد بالك، ده بيعمل لك خبرات تراكميه بتستفيد منها بعدين وانت ما انتش واخد بالك اصلا يعني. كل اللي انت بتعمله، انا خدت دورات في الناحيه الميديكال، في الادمنستريشن، في التكنيكال، وباخد مش عارف انا هوصل لفين، بس بعد ما تشتغل تلاقي نفسك لا بيجي تتكلم مثلا تبقى مدير كوره ولا سبورتس دايركتور، فتلاقي عندك فيدباك ان الاصابه مثلا في العضله الضمه المزل الدرجه الاولى بيقعد قد كذا، الدرجه الثانيه بيقعد قد كذا، فانت عندك فيدباك. انت مش راجل تكنيكالي قوي بس انت كان عندك فيدباك، فده بيثقل لك خبراتك. لما رحت الوطن السعودي كنت انا في فتره نادي نجوم المستقبل دي، الحمد لله الناس يعني وثقت فيا جدا يعني. وحبوني بصراحه، وكان هم يرضوا يعني فتحه خير عليا بعد ربنا. بس انت واضح ان انت من الاول كان بالنسبه لك الموضوع حبه، يعني انت حابب الجانب الاداري ده. كان عندي سرعات كتيره قوي، وعندك الملكه جاي من المنصوره. انت جاي من المنصوره، ما انتش عندك اسم تعتمد عليه في الشغل زي اهلي وزمالك مثلا، زي ما ده المعتاد في مصر. ففكره ان انت تحط رجلك اصلا في مصر كانت تقيله شويه. بس انا ما كنتش بشوف ده اصلا يعني، هو صعب بس انا الحلم او الهدف اللي انا اوصل له ابعد بكتير من ان انا اقف عند المشكله دي. فده يمكن يعني الحمد لله توفيق من ربنا، كل حاجه بتحصل توفيق من ربنا، وبعدها بقى يجي نواياك، اجتهادك، كفاءتك. ده انا مؤمن بيه. نواياك دي مهمه قوي على فكره. طبعا ما الناس ما عادش بتتكلم فيها للاسف. دي حاجه مهمه قوي طبعا. طول ما الواحد نيته سالكه والله ربنا بيكرمه. الناس ما بتصدقش للاسف يعني. الناس فاهم، وهي صيغه ملكه برضه. كله فاكرها بالفهلاوه. لا عمرها خالص كده. عمرها في ناس اشطر مننا كتير، وفي ناس ممكن مش موفقه لاسباب معينه. في لا بتاعت ربنا في الاخر. رحت بقى الوطن السعودي، فاشتغلت وانا صغير في قارتين، في مصر في افريقيا، والسعوديه في اسيا. فانت بتتعامل مع ناس توانسه، بتتعامل مع كرواتيين، سيستم هنا وسيستم هنا مختلف تماما. فالحاجات دي بتديك ثقل طبعا. وانا في الوطن بقى السعودي الحمد لله كنت رجعت تاني نجوم المستقبل. كانوا طالبين ان انا، كان في توقف عندنا في السعوديه، وكانوا طالبين ان انا ارجع اكون موجود في فتره هم بينافسوا على الصعود للدوري الممتاز. مفهوم. فاول ما رجعت بفضل ربنا كنت من الناس اللي اصحاب القرار في النادي، فكنت مصمم على التعاقد مع الكابتن علي ماهر. انت من الناس اللي ابتدت تفكر في الكابتن علي ماهر كمدير فني؟ لا طبعا. طب احكي لي القصه دي. وانا في الناشئين كنت ماسك اداري فرقه 93 في نادي النجوم. كنا بنلاعب النادي الاهلي 93. ماشي. ذهاب وعوده. 93 ده اللي هو كان جيل مين مثلا في الاهلي؟ والله اللي كانوا بيلعبوا في تريزيجيه، رمضان، بس دول كانوا، وكريم نيدفيد، بس كريم ورمضان كانوا اصغر، والكابتن علي كان بيلعبهم. كان في بقى جيل اسمه ابراهيم حسن الشامي، مش فاكر مين تاني اسماء. بس كان الاشهر اتنين رمضان صبحي كانوا بيتصعدوا. كابتن علي اللي كانوا صعدوا. فانا الفرقه دي كانت بتاخد عنايه ازاي بيلعبوا. ناصر ماهر اعتقد. ناصر ماهر مش فاكر 92 ولا 93. هو نفس سن رمضان. لا يبقى 97. هو ورمضان وبيكهام فرقه واحده اعتقد. بيكهام، ايوه بيكهام، رمضان، نيدفيد. ده دول الثلاثه اللي الكابتن كان فعلا بيصعدهم دايما في فرقه 93. فبس فانا كان الكابتن علي كنت مؤمن بيه كمدرب من زمان. لان بشوفه واقف على الخط، راجل فرقته شكلها كان مميز جدا، في شكل الفرقه، شخصيته كانت جميله على الخط. زائد ان هو كان فارق الدوري اصلا بفرق كتير. فكنت بصمم ان انا اروح اتفرج على ماتشات الاهلي ساعتها. فلما جينا بقى احنا نشتغل في
في نادي يعني انت النجوم. مش مهتم بس بالشغل بتاعك في النادي بتاعك، انت كنت لا برضو بتبص على اللي حواليك لا لا، وتشوف مين ماشي كويس كان ومين. الكابتن علي دايما يقول لك محمد، لما بعد كده وفقت واشتغلت معاه يقول لك محمد كمبيوتر ماشي معايا. ما شاء كنت الله. الداتا كلها عن لعيبه، عن اجهزه، كل حاجه في كويس. دماغي ما الحمد لله ما بنساهاش. حلو حلو. يعني دي فضل من ربنا. يعني انا بحب المتابعه، وبعدين المتابعه والتطلع بيثقلك انت برضو. طبعا. انا مش بشتغل حاجه عشان افضل قاعد فرحان بيها او صح بالمسمى بتاعها، لا ما فيش صح. الكلام ده. اه. ف فصممت ان الكابتن علي يجي طبعا ما بعد كانش موافقه. لسه بقى مدير فني في اي كان حته؟ هو ساعتها مساعد تاني او تالت مع جريدو، في وكانوا 2014. مشوا بالظبط. اه خدوا 2000 مش فاكر والله السنين بصراحه. كان كونفدراليه 2014 مع بالظبط، جاريدو. وبعد كده مشوا. اه بعد كده مشيوا. اه. بالظبط. اه. فانا كلمت كابتن علي وقعدت معاه. طبعا برضو مستر محمد الطويله كان متفاجئ ليه كابتن علي في الاول، بس بعد ما عمل اتصالات واتاكد قال لي ماشي اوكي يلا. اه. فقعدت مع كابتن علي وابتديت بقى اتعرف عليه بصراحه. ودي كانت برضو نقطه تحول في حياتي مهمه جدا جدا. ان انا بعد ما اشتغلت معاه 3 شهور والاسباب شخصيه اعتذرت ورجعت تاني السعوديه. كابتن علي حصل حاجه في النادي او غالبا اعتذر ليهم بعدها بمده بسيطه ومشى. في بدايه بقى السيزون الجديد جاله الترسانه. اه مسك الترسانة. مسك الترسانه اه. فهو كلمك. صامم. قال لي انت ما هتشتغل معايا كده كده يعني. انزل بقى من السعوديه دي وتعالى. تعال اقعد معايا. ربنا كان هناك في السعوديه يمكن كان راتب كويس جدا بفضل ربنا. بس انا عشان كان هدفي برضو كبير وعارف ان انا مهما اعمل في السعوديه ما حدش هيحس بيا، قلت لا انا هرجع مصر. فطبعا البيت ما عندي بصيتش للجانب المادي على قد ما لا بصيت صغير بعد يعني. كده ايه. في الاول انت يعني بتاخد قرارات برضو عشان نيتك كويسه وعشان صح. توفيق من ربنا. انت ما بتبقاش حاسبها، لان لو طبعا. قعدت تحسب مش هتاخد قرار. صح صح. دي اول حاجه. تاني حاجه ربنا يمكن ما وفقناش في تجربه الترسانه كمان، فده خلى بعد كده الموضوع اصعب. أكيد. يعني احنا في الترسانه قعدنا 4 شهور منهم 3 شهور فتره اعداد. كل شويه يقولوا لنا الدوري بكره ياجلوه، الدوري بكره ياجلوه. فاكر المرحله دي. فده كانت فتره صعبه قوي، فما طلعناش احسن حاجه في الترسانه. مع ان احنا كجهاز بقياده الكابتن علي ماهر كان عندنا حاجات كتير قوي نقدر نضيفها لنادي الترسانه. بس للاسف تعادلنا ماتش، خسرنا ماتش، تعادلنا ماتش، يلا. الكابتن علي قال انا همشي، انا مش هكمل في النادي. هو اللي كان قراره. يلا وانا بقى سايب السعوديه. معاه ساعتها قلت له لا يا كابتن طب استنى شويه بتاع. لا انا ساعتها يعني هو المدير الفني اللي بيقودنا. ممكن يكون هو كان شايف حاجه انا مش شايفها. تمام. فانا برضو كمان مش هقدر اخد قرار لا يا كابتن اقعد وممكن نهلك طاقه اكتر ان التوفيق ما يجحفناش ما اعرفش. فهو قال لي يلا. فانا بقى كان ساعتها ممكن هو عنده تخوف لانه حد يعني راجل وانا بحبه جدا. انا لسه سايب السعوديه واشتغلت 4 شهور. دي عيب بقى. اللي هو حطك يعني انا جايبك عشان تقعد وسيبتك شغلك هناك. فدلوقتي هنقعد احنا 2 في البيت مثلا. هو بقى لا مني فكان خايف على الحته دي طبعا. قلت له يا كابتن معاك هنروح فين؟ طبعا انت اهلك بقى في الموضوع ده صدمه طبعا. سايب كذا وجاي يخرب بيتك انت طبعا. امال ايه؟ مجنون ولا ايه؟ تعرفنا في مصر. فالحمد لله بفضل ربنا كان عندك دايما يقين في ربنا. يعني قعدنا 8 شهور في البيت. 8 شهور. وانت قاعد 8 شهور في البيت ما بتعملش حاجه؟ لا بشتغل على تطوير حاجه انا بعرف يعني. بتشتغل على نفسك لكن مش بتشتغل حاجه. لا خالص وما عادش عندي فرصه ان انا ارجع السعوديه. لحد ما حصل توفيق من ربنا ان كابتن علي جاله الاسيوطي. مستر محمود الاسيوطي قعد معاه. عمل شغل كويس قوي هناك وكسب الاهلي. صح كسبنا الاهلي في ربع نهائي كاس مصر. فالحمد لله رحت بقى معاه وكنت هناك مدير شؤون اللاعبين. جميل. ففضل ربنا عملنا موسم محترم ومميز جدا. جينا في نهايه السيزون في شهر 4 كابتن مستر محمود الاسيوطي وسيف الاسيوطي قالوا لي انت عايزينك تبقى مدير الكوره في النادي. حلو. فجي بقى نقطه تحول تانية ان كابتن علي رايح سموحه. فانا بقى مش عارف يعني القرار بتاعك انت يا كابتن علي انا بحبه اللي هو يشوفه. فقعدنا نفكر فيها سوا مع بعض. وسموحه كمان كان فيه ناس اداريه كتير هناك. وانا منصب ان يجي لك مدير كوره في سن صغير ده كان 29 سنه ساعتها. ممكن ما تجيش تاني كتير. صح. فخلاص اوكي يلا يا كابتن انا هكمل هنا في الاسيوطي. تمام. توكلت على الله على سموحه وانا اشتغلت مده بسيطه في الاسيوطي كمدير كوره شهر 4 شهر 5. جه شهر 6 بنبتدي بقى السيزون الجديد وبنعمل التعاقدات ونظبط اللائحه ونشوف الدنيا. النادي اتباع. دي نقطه بقى مهمه جدا جدا لان اللي اشترى كان المستشار تركي آل الشيخ طبعا الرئيس الشرفي السابق للنادي الاهلي واشترى الاسيوطي وسماه بيراميدز وكان مرحله مهمه جدا. انا بعتبرها في تاريخ الكوره في مصر لان نقله طبعا عملت نقله كبيره جدا طبعا. على مستوى الفكر عندنا في مصر ان يكون في نادي غير الاهلي والزمالك بينافس في ظل الاتحاد الاسماعيلي والاتحاد والمصري فترات كبيره.
المرحله دي ايه اللي حصل فيها بكواليسها بكل الحاجات اللي هكلمك انا عليا بشكل شخصي وعامه في ايوه مصر. يا ريت انا ده كشكل وده. شخصي كان عندي حاله من القلق والتوتر غير طبيعيه. ليه؟ ان انت بعد ما بقيت مدير كوره مثلا وفي نادي وهتبدا دوري جديد، النادي اتباع وفي اه هيكله جديده وفي نظام جديد. فانا قعدت اقول هو الصفر ده مش هيسيبني يعني. انا كل شويه ما ابدا من الصفر، والصفر عايز مني ايه؟ فكانت فتره صعبه، لولا بقى توفيق ربنا واللي انت اجتهادك اللي بتزرعه وناس تشوفه زي مستر محمود الاسيوطي مثلا، وحد يعمل لي برزنتيشن كويسه عند مستر تركي الشيخ طبعا امم. مع علي المستشار، ان هو يتكلم عني كويس فيخلي عندي فرصه استمراريه في النادي الجديد. دي اوكي. بتاعت ربنا يعني، ولا طبعا. مخطط لها ولا اي حاجه. صح. ده توفيق من ربنا 100%. جميل. انت كنت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وسايب الناتج ده بتاع طالما ربنا. اجتهدت خلاص، مجهودك ده على عمره ما مستوى هيروح. النقله، على اه. مستوى النقله بقى على مستوى مصر، لا حدث تاريخي طبعا، ودوت غير مفهوم الاستثمار في مصر تماما. يعني فعلا. أنا دلوقتي اصلا لقيت رجال اعمال كتير من بعد الخطوه دي بداوا يشتروا انديه، بداوا يعملوا منتجعات، بداوا يعملوا ملاعب، وبداوا بعد سنه واتنين يعرضوها للبيع. طب انا عايز عندك اسالك سؤال مهم اتفضل. جدا قبل ما تكمل في الحته دي. معاك. ايه مفهوم الاستثمار الرياضي في بشكل عام؟ بشكل وهل عام هو بيطبق فعلا في مصر ولا لا؟ بص، بشكل عام هو النهارده انا مفهوم الاستثمار ان انت راجل بتحط مثلا جنيه امم. وبتعمل بيه حاجات وعايز تاخدها 2 جنيه، ده مفهوم. الاستثمار. طبعا. بس في ناس تانية مثلا عندها اهداف شخصيه. اه. في واحد مثلا عايز يعيش جو الكوره، عايز يبقى واخد اللي هو الايمج بتاع رئيس نادي. ماشي. ده هدف شخصي، فده ما تبقاش مسمى استثمار. حلو. فانا ما اعرفش إيه اللي الناس بتفكر فيه، بس الاستثمار منطقي جدا. انت بتجيب لعيبه مثلا مواهب، بتجيب لعيب معروف بس بتجيبه باكس وتبيعه ب2 اكس، ده ماشي. ده استثمار. حلو. النهارده دخلت في النادي 40 كسبت من في اخر السنه 60 80 100. بس مم. للاسف في مصر احنا ما فيش حد بيمشي بالطريقه دي خالص يعني. مم. هي اهداف شخصيه مختلفه. انت تتوه ما تعرفش هو ده عامل النادي ليه اصلا، ده بيصرف مم. 200 مليون في السنه ليه، ده بيصرف 200 طب ما ليه. هو ده خلي بالك برضو عشان اكون يعني بنتكلم بمنتهى الوضوح. ناس كتير من الجماهير يقول لك ايه اللي بيكسبوا بيراميدز عامه بقى بشكل عام، قبل ما نكمل ماشي، انا المرحلة هتكلم. دي. بص، انا هتكلم في النقطه اللي انا كنت موجود فيها. ايوه قول لي، احكي لي. مبدئيا انت شفت كواليتي لعيبه ما شفتوش في عمري ما حياتك، شفته في مصر. وما اعتقدش ان انت هتشوف زيه كينو بسهوله. بنفنتي واسماء تقيله قوي ده كانت رقم واحد. رقم اتنين، انت كتجربه في اول سنه انت نجحت في كل حاجه. زي مش هقول لك مكسب اهلي وزمالك لان ده طبيعي او ماشي. مش طبيعي، ده عادي ان انت تكسب فرق منافس طالما ليك معاك مهما كان الكواليتي تاريخه ده. بالظبط، اه ده عادي. انما انت حققت تالت الدوري في اول سنه مع فرقه مكونه في 17 يوم، اه ده طبعا حاجه 17 حدث يوم. تاريخي. مم. صعدت كونفدراليه، مم. وصلت نهائي كاس مصر. التجربه دي مع معالي المستشار لو كانت استمرت سنتين ثلاثه كان كل سنه بيراميدز هياخد بطوله دوري، مم. كاس، بطوله مم. افريقيا، كونفدراليه. اه 100%. اه طريقه معالي المستشار في الشغل اللي انا طبعا بكن له كل الاحترام، وان هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا، ان اكيد. هو يعرف الناس بيا وان هو ياخدني ويثق فيا في اسبانيا. طريقته في الشغل لا هي مختلفة تماما. اه راجل بيحب الشغل جدا، راجل ما بيخشش في اي حاجة غير لما بينجح فيها. مم. الناس ممكن تبقى فاكرة ان الباور او النجاح بيجي بالفلوس. في ناس مم. كتير جدا معاها فلوس وما بتنجحش. صح. وفي ناس النهارده في الدوري المصري كمثال مثلا حي دافعين 300 400 مليون والفرقه بتنافس على الهبوط. صح. مش فعلا مالهاش فعلا علاقه. موجود طريقه موجود الاداره اللي الكلام ده. بتدير الفلوس دي هي ده اللي صح. اه هو ده بقى اللي عند معالي المستشار في مم. الترفيه ناجح، في اداره نادي الماريا ناجح، في اداره نادي بيراميدز كان ناجح. مم. فيما بعد اه هو باع النادي وكسب 100%. باع النادي وكسب صح صح 100%. صح. ما هو لما فهو يعتبر اشتراه كسب. وبعدين باعه كسب اكيد. كسب. اه فالنهارده هو مش خسران، هو راجل ناجح. مم. الناس شايفه من بره انت جبت ب 40 مثلا، ب 80، ب 50، ايا كان، بس هو كسب. طيب برضو عشان نتكلم بمنتهى الوضوح، هل حسيت في اي وقت من الاوقات ان نادي بيراميدز ده اتعمل لسبب مثلا ليه علاقة بمنافسة الاهلي تحديدا، او بالعلاقة اللي كانت متوترة في فترة ما بين المستشار تركي آل الشيخ والكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي وكده، ولا كنا هنكسب ماتش الاهلي وخلاص ونعتذر بعد الدوري. اوكي. لا، مم. الناس بص انا ما بتكلمش بلسان حد، لكن بس الهدف اللي كان انا شفته استثماري فعلا. احنا فرقه عايزين نعمل حاجه، احنا فرقه جايين جميل. ناخد بطوله، احنا اه فرقه بندور على احسن كواليتي، بندور مم. على احسن ماتيريال للعيبه، بندور على احسن لبس، بنعمل كل حاجه احسن حاجه. مم. فالنهارده ده مش فرقه جاي يعني يضايق حد، كان ممكن اضايق بحاجات تانية، طرق تانية كتير اقل من كده. مم. لا، وبعدين معالي المستشار راجل اهلاوي اصلا وبيحب النادي الاهلي. احكي لي على فكرة انا اهلاويته، لان انا لحد هو دلوقتي هو بيطلع يتكلم. بص انا برضو الراجل بصراحة هو بيطلع بيعشق النادي يتكلم. الاهلي. طبعا بيحب النادي الاهلي جدا. لا كلمة بيحب دي بالنسبة له، انا من اللي انا بشوفه
كلمه بيحب دي قليله، لا ده بيعشق النادي الاهلي. بالظبط. انا شفت بصراحه من الكلام وهو دايما، ومن فعالياته في الماتش بتاع السوبر في السعوديه بالظبط، عشان كده بقول لك. وكلها يعني. واهتمامه باخبار الاهلي لحد بالظبط. دلوقتي ده، رغم ان هو بالظبط. موجود في السعوديه وفي هناك ما شاء الله انديه وفيها نجوم زي كريستيانو وغيره وغيره وغيره، لكن الراجل كل ده مهتم برضه بالاهلي وباخباره ومتابعه كل حاجه ليها علاقه يعني بالاهلي. فاحنا الحمد لله فده كانت عشق مش تجربه. حب بس. طبعا ده احنا الحمد لله بفضل ربنا كانت تجربه انا استفدت منها كتير جدا واتبسطت فيها، ان انا يعني اثقلت خبراتي، لان كان حجم الشغل فيها كتير جدا جدا جدا. والحمد لله حضرت الفترة الانتقالية اللي هي من بيع من معالي المستشار تركي الشيخ لسالم الشمسي، معالي سالم الشمسي. فبرضه قعدت شهرين 3 معاهم، فالحمد لله يعني عشت مع تجارب كتير وثقافات كتير مختلفة. اكيد. بعد بقى بيراميدز لما اتباعت انا كملت شهرين 3 مع الإدارة الجديدة، وكان الجماعه بصراحه كويسين معايا جدا، بس انا اللي فضلت ان انا اعتذر. لما معالي المستشار كلمني وقال لي ان هو كان محتاجني في اسبانيا. الميريا بقى رحنا الحمد لله هناك. كان في وجود محمد العاصي المدير التنفيذي. عاصي اصلا صاحبي من مصر من قبل حتى ما يروح هو الميريا. العاصي جه شهر 2 في بيراميدز، كان مدير تنفيذي، قعد 2 و3 و4 و5. وبعد كده رحنا بقى انطلقنا في رحله الميريا. طيب خلينا نقف بس عند بيراميدز الاول، بعدين نروح لالميريا، لان برضو عايزين يعني ايه الناس تستفاد من التجربه، من التجربه بتاعتك هناك، ونسمع فكر مختلف. لكن في كواليس كتير جدا في مرحله بيراميدز دي. فانت قلت لي جه المستشار تركي آل الشيخ اشترى النادي، فكان في ريكومنديشن كويس جدا بالنسبه لك من خلال الناس في نادي الاسيوطي، بقيت موجود. فازاي وثق فيك المستشار تركي آل الشيخ والكابتن حسام بدري كمان ساعتها، لانه كان رئيس النادي؟ احكي لي المرحله دي تحديدا. كابتن اللي كان عندي تواصل معاه مباشر كابتن حسام البدري، وهو يمكن كان اول ميتنج الرسمي معاه ان انا خلاص هقعد، بس هتنازل عن منصب زي مدير كوره، او هو عرض عليا مش تنازل ولا حاجه، ده شرف ان انا اكون في نادي بيراميدز في اي حاجه. كان مدير فريق، فقال لي محمد احنا عايزك مدير فريق وكده. وكان مين ساعتها مدير كوره؟ جابوا بعد كده كان الكابتن هادي خشبه، وكان في الكابتن احمد حسن مشرف على الكوره. كابتن حسن جه فتره. فكابتن احمد حسن كان مشرف على الكوره برضه. وكان مدير كوره باين. لا مدير الكوره كان كابتن هادي خشبه. قعد فتره. اوكي. فبعديها طبعا شغلك هو اللي بيخلي الناس تثق فيك. صح. يعني انا فاكر مثلا في اول شهر كنا معسكرين في عهد الفنادق في اسكندريه. طبعا الشهر الاولاني ده في مشروع زي بيراميدز بيبقى عليه سبوت كتير قوي، بيبقى فيه طلبات كتير، بيبقى فيه كم جهد مش طبيعي. زائد ان من بره انت برضو في ناس كتير حابه تشتغل في الموضوع، ناس كتير بتسعى، ناس كتير بتكلم ناس عشان تخش مكان دوت تحت مسمى اي مسمى. ناس كتير كانت بتكلم ناس عشان تبقى موجوده في بيراميدز. طبعا. منين ناس منين يعني؟ ناس مسؤولين في انديه ايه مثلا؟ قول. في اهلي وزمالك. مسؤولين كانوا متولين المسؤوليه في اهلي والزمالك، كانوا بيتواصلوا مع المستشار تركي آل الشيخ عشان مش المستشار تركي الشيخ، كان كابتن حسام البدري يقول لي انا مصر كلها بتكلمني عايزين يبقوا موجودين في بيراميدز. طبعا. في التجربه دي ده طبيعي ان تجربه من الواضح ان ملامحها هتنجح وحاجه جديده، فكل عايز يبقى متواجد فيه. فانا طبعا ما كنتش املك غير راس مالي شغلي. اوكي. فكنت بشتغل باقصى طاقه عندي. وكابتن حسام البدري كان ليه كلمه معروف يعني قالها لي ما بنساهاش دايما. جه قال لي انت بتشتغل شغل 13 واحد في النادي الاهلي. قال انا ما شفتش كده. قال لك كده؟ لما شاف شغلك في الريسبشن في الفندق في الاسكندريه. فطبعا بتديك ثقه يعني، وكمان يكفي ان هو انسان سوي يعني يديك حقك. فاهم يعني لما اشوفك بتشتغل انا بحبه جدا. جميل، انا بحبه جدا برضه. كابتن احمد حسن برضه كان حبيب بصراحه، من الناس اللي قريبه على قلبي جدا برضه، من الناس الجميله. فهو وبعدين مثلا كنت في الشهر ده اللي هو يعتبر انا كنت واخده فتره تقييم. اكيد الجماعه الاداره الجديده مهما سمعوا عني لو ما شافوش حاجه مش هيكون في نصيب ان احنا نكمل مع بعض. طبعا. راتبي زاد 3 مرات في شهر واحد، من كتر ما هم شايفين ما شاء الله ان انت حد شاطر. ده انت مكفر حته كبيره قوي، ده انت شاطر في حاجات معينه، ده انت فسبحان الله توفيق ربنا يعني. انا ولا سعيد ولا انا اجتهدت، ونيتي كانت الحمد لله كويسه، وتوفيق ربنا هو اللي بيسبب كل ده. صح. بس فالحمد لله كانت تجربه بقى جميله يعني. وسبت قد ايه المرتب؟ زاد تاني ولا لا؟ لا هو اول شهر بس، وبعد كده بقى المكافآت كانت احلى حاجه. المكافآت كانت كتير في بيراميدز صح؟ كنا بناخد مكافآت كويسه طبعا. وانت كنت موجود في اللائحه بتاعت مكافآت الفريق.
لا كنت سمعت كذا مره كذا لعيب كان بيكون في الحته دي، مكافآت كانت ما شاء الله مكافأة كانت كبيرة، وكان كل الناس بتستفيد من أصغر تايتل لأكبر تايتل. يعني مثلا على مستوى أنا محمد يعني حتى كل الناس هو الراجل كل ماتش الفرقه بتكسبه في مكافاه كان كويسه. في لائحة داخلية، بس كان في ماتشات تانية مثلا كبيرة أو مؤثرة على فبتتضاعف نجاحك في الدوري فبتتضاعف. بس اللائحة كانت ضعيفة جدا، أو اللائحة كانت عادية جدا. ايه بس اكبر مكافاه اللعيبه خدتها وانت من ضمنهم في لماتش في بيراميدز؟ لا، هي كانت في للعيبة بس، مكافأة خاصة في ماتشين بس، مش ايه هم؟ للجهاز بس. يعني ماتشين. ماتشين اهلي وزمالك، ماتشين احنا الأهلي استفدنا والزمالك. طبعا 100% وخدنا مكافأة كبيرة علينا طبعا جدا. اه بس هي اللعيبة كانت هي لا مكافأة خاصة. وصلت كام؟ لا اقدرش اقول. مش حابب تقول؟ لا بالدولار؟ لا بالمصري. كان في مكافئتين بالدولار ساعتها ممكن. كان في للعيبه معينه؟ لا كله، للفرقه كلها؟ كل واحد. في الماتشين دول ما يعني في ماتشين كانوا بالدولار وارقام ما ماتشين شاء بس الله. مش الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك كانوا بالمصري. لا امال ايه اللي بالدولار؟ لا كان في غالبا اول ماتش انبي لما كسبنا في اخر دقيقه، جون وكان في ماتش قفشه، المقاولين. جون قفشه من ايوه فاول. كان في ماتش المقاولين، دول يمكن اللي كانوا بالدولار ساعتها. ما شاء الله. الحمد لله. كان ده بيبقى دافع كبير للعيبه طبعا، طبعا مكافآت. واللائحه طبعا. دي موجوده في كل الانديه طبعا، لائحه المكافآت النهارده اصلا انا بقول لك هي فكره اداره الفلوس اصلا دي اهم من صح الفلوس صح نفسها. صح. النهارده في انديه بتدي ارقام خياليه وللاسف ما فيش الناتج نتيجه. صفر. ما فيش نتيجه اصلا. فالنهارده انت معاك فلوس وبتعرف تستغلها ازاي، هو ده النجاح. صح. فبقيت موجود بقيت في موجود بيراميدز. الحمد لله، من الناس اللي موجوده والناس عارفاها واللي الناس كان ليها المؤثرة. الحمد لله فضل ربنا. كانوا مجلس الاداره، سواء الاداره بقياده معالي مستشار تركي آل الشيخ او كابتن حسام البدري كرئيسا للنادي وتواجده. بعد كده المديرين التنفيذيين اللي عدوا علينا باخر واحد محمد العاصي، كلهم الحمد لله كانوا بيثقوا فيا جدا يعني الحمد لله. خد بالك مش سهل ان انت تقعد يتغير عليك اداره تنفيذيه كل شويه. لا طبعا. كانت تغير علينا 3 4 وفي الاخر العاصم هو اكتر حد كنتوا قاعد معانا. حاسين بالتوتر اللي موجود في العلاقة ما بين جماهير الأهلي وبيراميدز وكان مؤثر عليكم؟ احكي لي برضو القصة دي يعني. لا الناس طبعا مش متقبلة مثلا الأهلاوية تحديدا في الوقت ده فكرة بيراميدز. وما كانوش متقبلين ان يكون في منافس. انا كنت مثلا عندنا مثلا معسكر او حاجه، فبروح على النادي بدري، فبروح افطر الصبح في مكان مثلا، وبعد ما افطر اطلع على النادي بقى عشان عندي يوم طويل وبعدها معسكر، فبكون لابس الزي بتاع النادي مثلا وفي شعار بيراميدز. كان بيحصل ايه معاك؟ يا لهوي. يا لهوي. ايه قول لي، احكي لي احنا الاهلي يا عم، على دماغنا يا عم. عملت لك حاجه؟ الاهلي وايه بقى بانفعاليه جامده قوي. جمهور الاهلي بيحب ناديه قوي طبعا طبعا. فكنت قلت لا ما اقعدش البس بقى التيشيرت ده في الشارع. بعد ما كسبنا اهلي وزمالك الدور الثاني، النظره في الشارع ابتدت تتغير. ايه حسيت بايه؟ لا حسيت الناس بتسقف لنا، الناس حابه بيراميدز، الناس حبوا كينو. الناس خد بالك في مصر برضو ذواقه. الناس في الاخر شافوا حاجه مختلفه. صح. فالناس في الشارع، لا انت لمستهم المشروع وصل للناس، وده نجاح ممكن تعمل فلوس الدنيا والاخره ما تعرفش تحققه. صح. فلا حسيت بقى اختلاف. كسبنا الاهلي، كسبنا الزمالك في 4 ايام. ايوه. فالناس قالت لك لا الناس دي ما بتهزرش، الناس دي جايه تشتغل، الناس دي فعلا شاطرين. فكسبنا تعاطف الناس في الفتره دي. بس قلت لي ان انتوا كونتوا في 17 يوم فريق. احكي لي برضو كواليس ان انتوا كونتوا. كان ساعتها اللي متواجد مع معالي المستشار كام لعيب؟ حاجه 20 لعيب عشان بس في 17 يوم. دي حاجه صعبه جدا. سيبنا 9 كانوا 15 الاول من فرقه الاسيوطي نفسها اللي هيكملوا معانا. ولما عملنا فتره الاعداد بقوا اللي كمل معانا 9. دونجا، مهند لاشين، حماده طلبه، اسلام صيام، احمد عفيفي، مش فاكر، محمد رزق. كان في كذا، انا دول اللي فاكرهم. 9 بس دول اللي كملوا معانا من مشروع. ابراهيم عادل بس كان صغير قوي لسه. 16 سنه تقريبا. ساعتها كان 16 سنه وانا اللي كنت جبته من الاسيوطي. من جايبه منين؟ من المريخ للاسيوطي. اللي حصل كالاتي في قصه ابراهيم عادل. لا دي نقطه مهمه قوي. احكي لي قصه ابراهيم. يعني انت اللي جبت ابراهيم عادل. هقول لك انا دوري كان ايه بالظبط. احكي لي. انا عايز اقول حاجه بس عشان يا رب تبقى قاعده عند كل الناس. الكوره عمل جماعي. مفيش حد بيشتغل لوحده. برافو عليك. صح. اللي يقول لك انا بنجح لوحدي وانا بختار وانا بعمل، ده انسان مش صادق. مفيش حاجه اسمها كده. في منظومه. انا ممكن اختار لعيب، رئيس النادي لو ما دفعش الفلوس اللي هي الجزء الاقوى يبقى انا قراري ما كانش ليه لازمه او رؤيتي ملهاش لازمه. فهو اللي دفع الفلوس، فهو راجل شريك في الاختيار ده. ابراهيم عادل كنا في النادي الاسيوطي بعد ما بعنا محمد عنتر للزمالك 15 مليون جنيه ساعتها، وكان رقم كبير طبعا. جدا. كنا بندور على بدله، ففي حد رشح
اللي مستر محمود الاسيوطي وسيف الاسيوطي اللعيب ده ان هو ناشئ في المريخ عنده بوتنشال كويس قوي. فسيف بيثق فيا في الموضوع ده فقال لي روح وشوفه. اوكي. فانا رحت اتفرجت على اللعيب في التمرين اول حاجه، فحسيت ان الولد في حاجه في حاجه. انا عايز اقول لك، انا اضحكك ان هو كان حابب يعمل دريبل. كان ساعتها محمود عبد الحكيم في اواخر ايامه احرف لعيب، فهو كان في فرقه وابراهيم عادل ده في فرقه، والولد عنده 16 سنه في نادي المريخ في بورسعيد. فالواد كان بيحاول يعمل دريبل، وكل ما يحاول يعمل دريبل تتقطع منه. السند عجبني الشخصيه، عجبني ان هو الراجل عنده 16 سنه بيلعب مع فريق اول وعنده قرار وعنده شخصيه. قلت الواد ده بوتنشال فلازم اشوفه ايه في ماتش لا وفي سنه الاول. اوكي. لقيت ان هو موهبه لا تستحق المتابعه، فكلمت سيف قلت له سيف الواد ده لعيب جامد. سيف مين؟ سيف الاسيوطي. اوكي. قلت له لعيب جامد. شريته بكام؟ 1,200,000. مستر نهاد حجاج كان ساعتها مستشار القانوني للنادي. هو بقى دخل في مفاوضات مع كابتن احمد جوهر رئيس نادي المريخ، وقعدنا بقى رايحين جايين لغايه ما وصلنا 1,200,000. فالموضوع وقف. كان مطلوب ايه في الاول؟ لا ده 2 مليون ومش عارف ايه. على الرقم ده اصلا كان اغلى لعيب في مصر. ما طبعا. فسيف الاسيوطي قال لي محمد الواد لعيب جامد. قلت له الواد لعيب جامد يستاهل 1,200,000. فمحمود الاسيوطي قال لي انتوا هتودوني في داهيه انت وسيف لان لسه باين عنتر بقى ب 15 مليون فاحنا قلبنا جامد فاهم. طبعا. فقال له سيف قال له بابا انا هنجيب الواد ده خلاص. وطبعا سيف ده حاجه قرار هو ما بيطلعش يقول كده على نفسه، بس لا قرار يتحسب له 100%. طبعا. انا كان ليا جزء مستشار نهاد. بس انت جبت قلبه. طبعا على رؤيتك ونظرتك. الحمد لله. فسيف قال يلا نجو هيد. فروحنا وخلصنا الديل، جبنا الولد اتمرن معانا. طبعا كان جسمه لسه صغير طبعا، بس الولد عنده حاجه في حاجه باينه انها مختلفه بصراحه. بعديها بقى لما النادي اتباع خدناه يكمل. انت قلت لهم يا جماعه لا ده موهبه ده موجود من ضمن التسعه اللي هيستمروا. هو كان اصغر، كان مقيد ناشئين ماشي. بس الفتره اللي بيحصل دايما فيها تنقلات دي، فانت لو انت منتش امين وبتقول الشهاده بصراحه كان ممكن يحصل حاجات كتير. صح. طيب كملتوا بقى على التسعه دول. التسعه دول كانوا بيتضمنوا ابراهيم عادل. لا ابراهيم عادل كان ناشئين، ما كانش يعني قول ادي 10 ما كانش بيتصعد. كان بيتصعد هو 2 لعيبه كمان ناشئين. يبقى ادي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 10 لعيبه بالظبط. 10 لعيبه زودت عليهم 17 لعيب. 17 لعيب. كان ساعتها بصراحه اللي خد الكريدت في الموضوع دوت واللي انجز المهمه دي كان محمد العاصي. العاصي ساعتها كان هو الوكيل اللي مسؤول من معالي المستشار ان هو يخلص كل اللعيبه في مصر. حلو. فالعاصي بقى في يوم كده كلمني قال لي تعالى انا عايزك في المكتب ضروري. لقيته مطلع لي ورقه فيها بتاع 20 لعيب. قال لي دول ده النادي الاسيوطي الجديد. ايوه هنعمل ايه؟ قال لي هنجيبهم مفيش وقت. هنجيبهم جيم تك 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 تك. وصلنا ان احنا جبنا يمكن 17 لعيب. ايه ابرز اللعيبه اللي فيهم؟ كان كيلو رقم كتير. علي جبر وطارق حامد. طارق حامد ما جاش. مفاوضات ما انا عارف انه ما جاش. علي جبر كان فيه مفاوضات. انا كان لسه منتخبنا مخلص كاس عالم. ايوه صح. عمر جابر، احمد توفيق. الله انا احب الحكايات دي قوي. احكي لي بقى مين ابرز اللعيبه اللي انتوا دخلتوا معاهم في مفاوضات؟ المفاوضات اللي كان بيقودها كلها العاصي. انا كنت بساعد يعني كنا مقسمين اللعيبه. يعني مثلا انا كنت مسؤول عن ناصر منسي، محمد فاروق في المقاولين، محمد حمدي في المصري. انا مش فاكر تحديدا كان مين. انا كنت مسؤول عن كذا لعيب دول بتوعي. مثلا لعيبه الزمالك كان كلها العاصي هو اللي جابها. بس كل اللي بيدير الموضوع كله كان العاصي بصراحه. حلو. لكن انت كنت على علم بقيه الاسماء. ايوه انا كنت موجود طبعا. مفهوم. طبعا. مين لعيبه في الاهلي كنت عايزينهم ودخلتوا مفاوضات وما نجحتش؟ ولا لاعب. بس انا كنت سامع ساعتها موضوع الشناوي باين. ولا لاعب. كان معالي المستشار عايز لعيبه من بره النادي. ما كانش فيه محمد الشناوي. عشان كنت سامع ان كان في عرض كبير والشناوي والاهلي رفض. ما سيرته ما اعرفش بصراحه. ده حقيقي يعني انا ما اعرفش والله. بس احنا اصلا ما شفناش حد من الاهلي. لا القايمه كلها كانت موجوده. كانت اللعيبه مميزه اغلبها في الدوري زي محمد فاروق، محمد حمدي. كان في باك ليفت في طنطا اسمه احمد خالد، كان علي جبر. لا كان لعيبه كتير مع عمر جابر، محمد الشناوي، زائد اللعيبه اللي كانوا معانا. طب مين دخلتوا معاه في التفاوض بشكل عام؟ مش هسمي نادي والمفاوضات ما نجحتش في الاخر. كان طارق حامد. دي غالبا القصه الشهيره. طارق حامد. غيره مين؟ مش فاكر بصراحه عشان مش فاكر. لا اوكي. لكن كام في المية من الليست بتاعتكم؟ اعتقد الليسته كلها اعتقد 100%. ولو ما فيش حاجه جت هتكون بس عشان خاطر القايمه والعدد اللي انت والله اسمع مني انا عارف. العاصي شاطر في حته المفاوضات وفي حته البيع والشراء شاطر جدا. ده حقه وده كريدت هو لازم ياخده. طيب على مستوى اللاعبين الاجانب
كينو طبعا ده معلم معانا كلنا كمصريين، لان احنا شفنا مش مهارة طبيعي، مختلفة مش طبيعي، لا. وشفنا امكانيات ما شفناهاش هنا في مصر قبل كان كده. انت عمرو جمال صاحبي عمرو. عمرو جمال ده حبيبي، ده عمرو ده اخويا. اخويا يعني، اه. عشرة عمر بقى اه وكده. طبعا. فعمرو جمال بعد اسبوعين في التمرين بيكلمني، ايه ده يا ابني اللي احنا بنسمعه ده؟ الدنيا عندكم عامله ايه؟ قلت اه. له بص يا عمرو، احنا عندنا لعيب اه. بنسبه كبيره كان عمرو في الاهلي، ها؟ كان مش فاكر عمرو، غالبا كان في كان الاهلي. تقريبا في الاهلي عمرو، اه. فقلت له عمرو اللعيب ده احنا غالبا بنسبه كبيره مش هنخسر ولا ماتش بسببه. لا قال لي يا والله عم انت للدرجة دي بتهزر. قلت له كده التعبير ده؟ اه. اللعيب لا، ما كان ده يا جماعه، ده اللي كمان اللي ما شافوش في التمرين ما شافش حاجه. امم. لعيب مش طبيعي. امم. فبدانا اول ماتش الدوري انبي. اه. فعمرو قال لي يا عم الواد مش جامد زي ما انت بتقول كده اه. وبتاع، اللي هو فعلا لسه ما مش عارف هو لسه فين مش، اصلا، ايوه ايوه. فاهم. وبعد كده الانتاج اه. برضو، تالت ماتش رابع ماتش عمرو قال لي ايه ده؟ اه. مين ده؟ والله احنا خسرنا ماتشين في الدوري ده، ايوه. جونه واسماعيلي. امم. جونه لظروف الملعب او ظروف تكتيكيه ايا كان، مفيش ايا كان. مبررات، بس امم. خسرنا كوره. امم. والاسماعيلي كانوا ساعتها الجمهور مقفل الاستاد كله بالكامل، ايوه ايوه. كانت متعه بصراحه. فاكر الماتش واحنا ده. ما كناش موفقين، وجالنا اكتر من فرصه في بدايه الماتش، بس امم. هم كانوا استغلوا كورنرين اعتقد و2-0. امم. فاحنا امم. خسرنا ماتشين في الدوري. بس اه. اه ف لا، لعيب مختلف تمام. فكينو كان بصراحة مكسر الدنيا جدا لعيب جدا. ممتع بصراحه. جبتوه بكام؟ ما اعرفش، مش متعرفش؟ بتاعتي لا. اتباع وانت موجود؟ لا اتباع بعد ما انا مشيت. بعد ما انت مشيت. الاداره الجديده اللي جت ودوه الاول الجزيره الاماراتي، ايوه صح. بعد كده قعد هناك فتره غالبا ما كانتش موفقه قوي، بعد كده رجع البرازيل. كان عندك خلفية على حتة ان الاهلي كان في يوم من الايام عايز كينو، وكان باين الكابتن حسام بدري رفض، في كلام انتشر قوي في الحتة دي. ما ما اعتقدش عندكش؟ اصلا. ما تعتقدش؟ لا مفيش حد الكابتن يتعرض عليه حسام بدري كينو ويقول تحديدا لا؟ في كلام كتير بيطلع عليه مش حقيقي. كابتن اه. حسام بدري ده شخصيه من الناس اللي ضافت لي كتير في حياتي اصلا، على مستوى طبعا طبعا. الفني والاداري. لا طبعا. اتعلمت منه كتير قوي. امم. وهو حد جميل جدا 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 جدا, كل ما جدا. بتتكلم معاه بتثقل المعلومات صح وبتستفيد صح. خبرات. ففي كلام كابتن حسام للاسف امم. للاعلام يعني بيطلعوا عليه كلام ساعات كتير قوي. الكلام ما بيبقاش حقيقي. اه ايه اصعب صفقة في الاجانب من احنا جبناها ولا في جبتوها؟ التعامل ولا جبتوها جبناها؟ في التفاوض يعني. ما انا ما كنتش مسؤول عن الناحيه دي بصراحه، عشان اللي اوكي. انا اه. اعرف مين اللي كان صعب ولا مين اللي كان سهل. امم. كان كينو بنفنتي صح؟ كريستا بنفنتي، كارلوس، كينو، رودريجو. رودريجو. وبعد كده جبنا واحد اسمه جون سوفيانتي فيرود. اه. بس واسمه ايه؟ اسمه اللي بيلعب في الاسماعيلي دلوقتي؟ ايريك تراور. ايريك تراور. ايوه بس طب يعني ايريك انتوا جبناه في جايبين شهر بنفنتي واحد. اه. ده ايريك من جبناه في المقصة. شهر واحد. على فكرة عمل شغل كويس في بيراميدز. ده في ماتش جاب فينا كنا غالبين 2-0، كسبنا الاتحاد 3-2 واحنا مطلوب مننا واحد. وفي ماتش جاب جون في الزمالك 3-3. 3-3، كان ماتش عالمي الماتش ده، طبعا كان في بيترو طبعا سبورت تقريبا. طبعا. ماتش لا كان لا عالمي. لينا ليها ذكريات كتير قوي في بيراميدز دي جميله مم. قوي، عمري ما انساها. مم. النادي يعني ده مأثر فيا طبعا لحد دلوقتي. طبعا. كل حاجه عشتها جديده. انا فاكر اول ماتش انبي ده يا امير، واحنا نازلين من الباص داخلين الاستاد، انا عايز اقول لك لو ريال مدريد جايه مصر مش هيكون عندنا نفس الاستقبال ده استقبال مين؟ من صحفيين اعلام لا ما شفتش كده في حياتي. انا رحت بعد كده ربنا كرمني ورحت مدريد، وشفت مدريد بيستقبلوا ازاي في الانديه. طبعا واو مفيش مقارنه. بس لان الضجه كانت ساعتها في مصر يا كبيره. لا حاجه مش طبيعيه. مش طبيعيه. انبهرت طبعا. لا انا بالك يعني جاي من الدرجه الثالثه ولا الرابعه يعني ده حاجه الحمد لله بفتخر بيها يعني. فعديت انت لما بتاخد ستيبس كده وتقعد تطلع بتتبسط. انا يمكن اصلا السنين اللي فاتت دي كلها ما كانش عندي وقت اشوف انا كنت فين وبقيت فين. انا بشتغل بحمد ربنا وبشتغل وراضي. صح. لما بقى قعدت لقيت نفسي ايه ده، انا كنت في الملعب ده سنه كذا، ملاعب لو قلت لك وربنا ما حد يعرف يخشها. ورحت البرنابيو ورحت نيوك كامب نو ورحت كل ملاعب اسبانيا يعني، من ملاعب مثلا اقول لك ما تتخيلهاش، الزرقاء وطنطا بليك كفر الزيات وشبين. اول ماتش مع انبي كان في بترو سبورت. كان الاستقبال مش طبيعي. لا ضجه اعلاميه مش طبيعيه. حاجه جميله. فحسيت ان في ايه ده. هو احنا اصلا بيراميدز كان اسم بصراحه قوي، وده طبعا الناس اختيار الاسم جه ازاي؟ ما اعرفش والله. انت دي حاجه خاصه. دي حاجه خاصه بالمستشار. انا بس اختيار الاسم كنت وانا في الاسيوطي لسه كنا بنشتغل، كان كابتن سامي الشيشيني مدير فني وانا كنت مدير الكوره، فشايف ناس كتير كده لابسه بدل والشياكه وعربيات مرسيدس اس وبتاع. يا جماعه مين دول؟ لا بس ده سبونسر. لحد ما بداوا يطبعوا ورق بقى اسمه بيراميدز واحنا اسيوطي. قلت لا كده النادي بيتباع. مستر محمود تابعت النادي ولا ايه؟ فبس الحمد لله. طيب عايز بس ارجع لحاجه انت كنت قلتها اللي هي وبمناسبه اللي مدير الكوره.
الناس هاجيلها للاسف هاجيلها لان دي بس جزء دي مش ناسيها ما تخافش. حلو. بس هي النقطه انا عايز بس اقفل ملف تمام ومرحله معاك. بيراميدز دي، لان كان في صفقه يعني كانت ضجة مش طبيعية ومفاجأة في نفس الوقت بالنسبة لكل الناس، وجاية في يوم ماتش الأهلي وبيراميدز أو بيراميدز والأهلي، كان لأنه كان ماتش بيراميدز، هي صفقة عبد الله السعيد. طبعا إيه اللي حصل؟ وأنا عارف إن أنت كنت موجود في الصفقة دي قوي يعني. طبعا. احكي لي كواليس انا اليوم بتاع عبد الله السعيد وقيده ومشاركته في الماتش واحرازه هدف واللي حصل قبل وبعد. بص عايز كل حاجة اوكي في الموقف ده. ماشي. بصفة مدير الفريق كنت مختص انا بصيغة العقود وتجهيز العقود وتسجيل اللعيبة والكلام ده. فانا داخل انام خلاص، عندنا ماتش تاني كان يوم. عبد الله ساعتها يا جماعه في اهلي جده. كان خلاص كان يوم خميس. وعندنا تاني يوم الجمعه ماتش الاهلي. ماشي. فانا الساعه 2 داخل انام. طب اوكي. فلقيت التليفون بيرن من حد من مكتب معالي المستشار، قال لي ما تنامش. ليه؟ قال لي في لعيب هيجي ومحتاجك تبقى صاحي عشان تجهز ورقك وكده. طيب اوكي. ساعة 2 3. ما سألتش مين لعيب؟ لا. اوكي. لحد الساعة 4 5. لا يا جماعة الوقت اتأخر، انا محتاج ان انا اجهز العقد واربع نسخ، وهنا في مصر ما شاء الله بيحبوا الورق والكتابة كتير. طب يا جماعة، فبعتوا لي الجواز. فبصيت على الجواز مش مستوعب. قال لي ايوه هو. مش مستوعب. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. لا فاهم. طيب هو هيوصل امتى؟ قال لك هيوصل الساعة 7 على طيارة كذا جاية في كذا. فاحنا ساعتها كنا فندق داخل المطار. اوكي. فنزلت قمت انا عامل ريزرفيشن باسم لعيب تاني، بجواز لعيب تاني خالص. لا ما تهرجش والله بجد. خفت ان انا اعمل باسم عبد الله فالموضوع ده كان اقتراحك انت؟ انا اللي مسؤول. فنزلت خدت غرفة زيادة باسم لعيب حقيقي، باسم لعيب موجود معانا بس كان في الناشئين. هو حاليا بيلعب في الدوري الممتاز. مش هتقول اسمه؟ كان اسمه حامد حمدان. حامد حمدان عارف. في فكان معايا الجواز دلوقتي فكان معايا الجواز بتاعه ساعتها لانه كان ناشئ وكنا جايبينه وكده. فقمت عامل حجز بيه بس عشان خايف الناس تاخد بالها ان عبد الله. طبعا عبد الله. وكان كمان هم كان في سريه تامه في الموضوع، وانا من الناس القليله اللي كانت عارفه. حلو. وبعدين بس عبد الله جه طياره خاصه، جه وصل المطار. وصل المطار شفته يعني. اوكي. تعالى طلعنا فوق ودخلنا على الفندق على طول. عبد الله بقى كشخصيه من اللحظه دي كان اول تعامل رسمي معاه. لا شخصيه مختلفه تماما. احكي لي شويه من ناحيه العقليه، لعيب جاي مركز عارف هو عايز ايه. قال لي احنا هنلبس ايه النهارده، الوان ايه، والله ايه براند ايه الألوان. عشان نشوف المقاسات في نفس البراندات بتبقى مختلفه من اديداس لنايكي والله. طب اللون كذا، طب هنعمل كذا، طب الساعه كام، طب البرنامج. فهو الراجل من كتر ما سال انا بقيت مستغرب. هو مش عارف ايه اللي هيحصل ده لما ربنا يكرم يعني ونسجله ويطلع الكارنيه. هو مالوش دعوه بالموضوع ده، هو مركز في شغله وعارف هو جاي ليه. لعيب وصل. كابتن حسام كان على علم. هو كان جاي ليه؟ كان عبد الله لا كان جاي مركز عايز يعمل حاجه من اول يوم. ومن اول ما شفته وهو بقول لك بيسال الاسئله دي حاجه مش طبيعيه. انا لو انا اللي مكانه هسال فطار هناكل ايه، كوبايه قهوه. ما كانش مشدود. لا عبد الله انا عمري ما شفت مشدود. ما شاء الله. دي حاجه ميزه جدا. ربنا مديله من الاتزان والتوازن. لا يا ربنا يا رب يحميه. طيب دخل الفندق عبد الله وانت معاه؟ دخل الاوضه. مين عليه. اول حد استقبل؟ كابتن حسام. قلت له طبعا. كان عارف بقى طبعا اكيد. طبعا اكيد. كل حاجه بتتم بالتنسيق من خلال كابتن حسام بدري. حسام حسن. كابتن حسام حسن كان مدير فني. وكان كابتن حسام بدري كان موجود. كان رئيس النادي. اوكي. كان موجود من نفس الجروب. وغايه اما ربنا كنا عاملين برنامج. وبعد كده انا رحت الاتحاد وخدنا الاجراءات بتاعه القيد بتاعه. النقطه دي مهمه قوي لان ساعتها بيتقال ان الاتحاد اتفتح مخصوص عشان يتم قيد عبد الله السعيد. ايه اللي حصل؟ اتفتح قبل كده الله يرحمه علاء علي للزمالك، واتفتح قبل كده لاحمد الشيخ في الاهلي. هي المشكله بس عندنا ان احنا بنحب ناخد الموضوع من منظورنا، احنا مش حاطين معيار ان احنا نشوف بيه الحاجه ولا معيار ان احنا نقيس بيه الحاجه. لكن كان هو كان قافل ساعتها الاتحاد. كان ما هو يوم جمعه هو قافل ولا مش قافل؟ انا عندي لعيب وعايز ايده. عملت ايه؟ كلمت مين؟ كان ساعتها اللي كان في انتظارنا كابتن مش فاكر الناس اللي موجوده في الاتحاد اللي جاي. لا كابتن مجدي ما كانش موجود في الاتحاد. كابتن وليد العطار الاول. بعد كده اللجنه اللي موجوده وخلصنا الكارنيهات. اصل حاجه انت ما بتعملش حاجه مخالفه اصلا. مفهوم. انت بس النهارده الاهلي معلش لما اتفتح له يوم جمعه مثلا الناس ما زعلتش ليه؟ عشان هو دي حاجه مصلحه شخصيه؟ لا. هو انت النهارده لو انت زعلت على الاهلي ان هو فتح له الاتحاد يوم الجمعه ماشي تعالى كلمني فاهم. احنا النهارده نادي وعندنا الاهلي اتفتح له قبل كده يوم الجمعه. احمد الشيخ. اوكي.
وعلاء علي الله يرحمه في الزمالك. الزمالك. في قصص مشهوره ممكن يكون في اختلاف الاسماء وانا مش متذكر اسماء، بس هي معروفه مين. مفهوم. لو اوكي عملت سيرش على النت هتلاقيها في منت. حلو. فالنهارده انت زعلان ليه؟ يعني هي فين الازمه اصلا؟ انا آه. النهارده لعيب جاي يوم الجمعه، مم. مش ده يوم من ايام القيد بتاعتي؟ صح صح، انت هو هتحرمني محسوب منه في ليه ضمن اصلا؟ ايام القيد، صح. بالظبط، هتحرمني منه ليه؟ فاخدت الاجراءات الطبيعيه وخدت والكارنيه بقى معالي المستشار الله يمسيه بالخير نزل الكارنيه بعد صلاه الجمعه. ايوه الدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت على الاخر بعد صلاة الدنيا الجمعة اللي اتقلبت. فاتت. طيب كابتن حسام حسن استقبل عبد الله. طبعا بعد طلع يتكلم معاه اول ما عبد الله ارتاح شويه، وقعد بقى اتكلم معاه، وبقى هو خلاص بقى واحد ضمن الجروب، ونزل معانا المواعيد بتاعتنا. اللعيبه فعلا اتفاجئت بعبد الله في الفطار، سوري في الفطار. عبد الله ما نزلش الفطار، عبد الله نزل على الغداء. على الغداء اتفاجئوا بعبد الله، ما كنتش اعرفه. لا احكي لي موقف من دول، يعني انت كنت موجود في؟ كان عندي اكيد شغل ساعتها، بس ما شفتش رد فعل اللعيبه، بس الحركه نفسها مصر كلها اتفاجئت. ايوه طبعا. انا فاكر اليوم ده على فكره لحد دلوقتي. لا اليوم ده انا عمري ما بنساه. انا فاكر اليوم ده، اليوم ده بقى فين واتفرجت على الماتش فين وكل حاجه. انا ما بنساش اليوم ده في حياتي. واللي حصل في الماتش، وان انت تبقى متاخر في النتيجه 1-0، وكابتن حسام حسن بكل هدوء يخش الاوضه، ودي كانت حاجه بالنسبه لي يعني انا كنت مبسوط منها جدا. دخل الاوضه قال لهم احنا لعيبه كبيره وانتوا لعيبه كويسه، وانتوا خلوا ثقه في نفسكم، واحنا اللي هنكسب الماتش. طبعا انا قلت كابتن حسام حسن هيخش النتيجه 1-0. حاجه تانية. فلا لقيت حاجه تانية خالص. وبصراحه الفرقه نزلت الشوط الثاني 1-1 اسيست عبد الله السعيد، 2-1 عبد الله السعيد، اللي انت اصلا لو كاتب سيناريو مش هيطلع كده. والله العظيم معالي المستشار ده مش طبيعي. والله العظيم قرارات، رؤيه، توفيق من ربنا. لو انت كاتبه والله ما هيطلع كده. ده احلى من اي سيناريو في الدنيا. بس وكسبنا الماتش. صفقه تجيبها بالسيناريو ده في اليوم بتاع الماتش، وتقفل على الموضوع وفجاه تعلن للناس وكلام من ده، انسى. عملت رد فعل جامد مش طبيعي في الشارع المصري. بالظبط. فالحمد لله. ما كانش متاثر عبد الله اليوم ده باي حاجه؟ لا انت شفته متاثر في الماتش؟ لا مش بتكلم عن الماتش، بتكلم بره الماتش. لا بره الماتش. لا مركز في شغله، ملتزم بمواعيده. خد مكافأة خاصة؟ مش بتاعتي دي، ما اعرفش. ما تعرفش. اوكي. انت انا خد بالك واضح جدا يعني. انا عارف اختصاصي ايه، اقول لك انا ليا ايه عليا ايه، عارف ايه مش عارف ايه. لا اقصد كان ممكن بتسمع مثلا. لا ما فيش. ما اعرفش. بس كان يوم فظيع. لا يوم جميل. طيب بعد كده تمت صفقة عبد الله والدنيا مشيت تمام وكلام من انت. كنت عايز تتكلم انت على، مش ناسي، هو حتة مدير الكورة ومفهوم مدير الكورة عندنا هنا في مصر. يعني شوف عندنا مديرين كورة نجحوا بشكل كبير جدا، ويمكن ابرزهم كابتن سيد عبد الحفيظ في الحقيقة. لكن الناس واخده انطباع شويه على الكابتن سيد، ان اصل الكابتن سيد بيعرف يزعق للحكام، واحنا لسه كنا بنتكلم انا وانت بره قبل ما نسجل على القصه دي. اصله اعتراضاته كتير، مش ده نجاح الكابتن سيد في الحقيقه يعني. برافو عليك. وهذه نقطه اللي انا حابب اتكلم فيها، ان الناس هنا في مصر للاسف رؤيتها للمناصب وللقرارات وكل حاجه هي يعني ماشيه في نفس التوازي مع ما وصلنا عليه في مصر من الكوره. انت فاهم انا عايز اوصل لك ايه؟ اللي وصلنا له في الكوره. انت شايف، انت راجل اهوت شايف من بره مثلا، او في ناس كتير للاسف اختصرت دور واحد زي كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو راجل بيزعل للحكام وبيعترض عليهم. بس الناس فاهمه كده. بس هو ده مدير الكوره؟ لا الكلام ده لا ليس صحيح اطلاقا. مدير الكوره عنده مهام تانية كتير. مدير الكوره ده منصب مهم جدا، منصب يفرق جدا في العمود الفقري في الهيكل الاداري جوه النادي، في لوائح، في انضباط، في تطوير عقليات لعيبه، في سيستم محطوط، في معامله نفسيه بشكل معين، حاجات كتير قوي. انت النهارده انا ما فيش حد بشوفه بيفتكر كابتن سيد لموقف ما بيفتكروه في اعتراض التحكيم. بس دول اللي مش قريبين من الكابتن سيد او من النادي او من شغل الكابتن سيد، او مش اللي قريبين. اي حد فاهم الجمهور. انا مش البعض من الجماهير كمان. البعض بالظبط من الجماهير اللي هي بقت مقتصره. انا بوجه لهم هم الكلام اللي مقتصر ان شغل مدير الكوره يزعق. النهارده مثلا بشوف انديه بتتناقش مثلا كده بصوت عالي، يقول لك احنا عايزين مدير كوره على الخط يزعق. يا راجل يا راجل مفيش حاجه اسمها كده. لا وكمان انت مثلا هتديله او مثلا في نادي زعلان ان مدير الكوره ما بيزعقش. يعني مفيش حاجه اسمها كده اصلا طبعا. فاهم؟ فانت النهارده ده مش منطقي. وبعدين انت لو انت بتعمل كده اصلا شايف مدير كوره يزعق، حرام عليك تديله راتب اصلا. حرام، انت كده بتدين نفسك اصلا. طبعا انت هتجيب واحد عشان يزعق؟ هو انت شايف كده؟ انت لا وبعدين انت تقدر تعمل حاجات كمان يا امير
يعني انت تقدر تطور من ثقافه اللعيبه في التعامل، صح. تقدر تخلي المنظومه ليها هيكله معينه وهويه معينه، بحيث ان مفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني انا النهارده في ماتش من ماتشات الدوري كنت بتفرج عليها قبل ما اجي لك، اتضايقت قوي ليه؟ في اعتراض كتير حصل من النادي اللي خسر. كان ماتش امبي ومودرن سبورت، صح؟ ما كابتن عبد الظاهر حد شاطر وانا بحبه، وعنده عين كويسه في اختيارات اللعيبه، بس النهارده في اعتراض كتير قوي حصل على الدكه. انا بقول لك ان ده قد يكون جزء من فقدان التركيز في الاخر على 5 دقايق 10 دقايق. تمام. انت فاهم اقصد ايه؟ هو الريتم النهارده شغال عالي. انا كل شويه بقوم اروح للحكم واجيبه عشان مثلا بالمصري اخطفه. الكلام ده قدم، ماشي. ومش كابتن عبد الظاهر اللي انا اقصده تحديدا، بس عامه الكلام ده قدم. انا النهارده اصلا بدي مجال للعيبه بتاعتي ان يبقى عندها عذر، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما بساعدهمش في التركيز. يعني انا كده بهز التركيز ده، فاقف الحكم يطلع انذار يرجع، الكره اللي بعديها يطلع انذار يطلع يرجع، كارت احمر، خسرنا. مش صح. فهو مش دور مدير الكوره انه يزعق وكلام من ده ولا بتاع، ولا يضغط. النهارده مثلا لو عندك اعتراض بشكل محترم، في عندك مدير فني، عندك مدرب مساعد، عندك اداري. مدير الكوره مش دور يقعد على الدكه اصلا. ايه دور مدير الكوره؟ مدير الكوره كل نادي ليه هويه، او كل نادي ليه شكل اداري. بس مدير الكوره بشكل عام هو الراجل المسؤول عن ملف كره القدم داخل النادي. ايه ملف كره القدم؟ لعيبه، طاقم فني، طاقم طبي، طاقم اداري. انت النهارده حاله الوصل ما بين الاداره واللعيبه والطاقم الفني ده. صح. انت النهارده عندك مشاكل، مثلا اقل حاجه 25 لعيب، 25 عقليه مختلفه، 25 دماغ. فانت مطالب اصلا انك تهيئ نفسك تعرف تعمل ازاي مع كل لاعب. النهارده عندك لعيبه بيحصل لها دروب ابس اند داون في المستوى. انت مطالب ان انت بتعمل بالانس بسرعه. اول ما تحس ان في لاعب نازل تلحقه. الناحيه الطبيه محتاج انك تبقى دايما عندك فولو اب عليها عشان تشوف اللعيب بتعملوا الحاجات الوقائيه قبل الاصابه ولا لا، فتبقى انت راجل مصحصح للحاجات دي. النهارده الاداره مش هي اللي هتيجي كل شويه تتكلم. صح. الناس دي انت سواء جهاز، انت اللي عامل الدور ده. لو انت خاصه ما عندكش مدير رياضي، فانت النهارده في شغل كتير قوي. بس انت كل مصر او اغلبيه اللي شايفه ان مدير الكوره لازم يزعق، لازم يكون مش عارف صوته عالي. لا احنا ولا هنتقدم ولا الكلام ده صح. مفهوم. بس طيب عشان اقفل مرحله بيراميدز بقى خالص، عايز اسالك ايه اسباب انهاء المستشار تركي آل الشيخ للمشروع نفسه او بيع بيراميدز؟ بكل وضوح اللي حصل كالاتي: احنا كنا بنستعد للموسم الجديد، حصل مره واحده تغيرات في مجلس الاداره وتمت البيع. انا ما عنديش داتا بكل امانه. او ما اعرفش الاسباب، بس اكيد هو الاستثمار بتاع معالي المستشار شافوا ان هو كده مثلا اكتفى بيه، نجح، جاله عرض جيد وتمام. ما اعرفش ايه طبيعه او دور المستشار تركي آل الشيخ في التعامل مع كل مشاريعه بشكل عام، بما انك كنت احد الاطراف في مشروع مهم جدا في ترتيب وظيفي. يعني مثلا في النادي ماشي، هكمل بس سؤالي في الحته دي عشان الناس تبقى فاهمه. يعني انت اكيد كان بيتابعك المستشار تركي آل الشيخ في شغلك. آلية المتابعه بالنسبه له ازاي؟ الناس متخيله شويه ان المستشار تركي آل الشيخ عنده مشاريع كتير وسايب ناس بتدير وهو مش متابع. لا، الكلام مش حقيقي. ايه بقى اللي عنده؟ يعني مثلا هو طبعا في ترتيب وظيفي وكل واحد مطلوب منه مهام. جميل. وفي طريق متابعه عن التواصل الشخصي، او عن طريق التواصل من احد المستشارين، او عن طريق التقارير بشكل يومي. زائد ان في دايما ابديت بكل حدث بيحصل. فهو انسان، فهو معليه متواجد دايما بشكل دايم في كل حاجه. وده دليل اصلا على نجاحه بيتابع كل حاجه. ده دليل على نجاحه في كم المشاريع المختلفه اللي بينجح فيه على مختلف الانشطه، ويعني فن، رياضه، ترفيه. فبصراحه حاجه انا ما شفتش بصراحه كده ابدا. لا ربنا تقول لي كنت مثلا فجاه ما الاقيه. انا في مره مثلا طبعا في الميريه مثلا كان في برضو محمد العاصي طبعا هو الاكتر وتواصل دايم. بس انا في مره من المرات واحنا في المعسكر كان بيكلمني يسال على اوزان اللعيبه فجاه كده. انا خدت 40 كيلو غلط في الطريق وانا سايق العربيه، فمعالي المستشار كلمني اتوترت. اتفاجئت، لان هو كمان يقول لك ده وزنه كام، وانا اصلا كمبيوتر ففاهم. بس هو بيسالك حسيت ان انا غلطت، ان في حاجه فطلعت برضو بعد ما قفلت بتاع عشان اتاكد، لقيت ان انا مبسوط الحمد لله كله زي الفل. بس مشيت 40 كيلو غلط والله العظيم. اقسم بالله كنا في مربيه في معسكر. كنتوا فين؟ مربيه. اوكي. بس فهو وطبعا برضو كده مع العاصي واكتر كمان بصراحه. فهو لا
طيب تجربة الميريا بقى، احكي لي على التجربة، لان انت رحت من منطقة تانية خالص، رحت اوروبا، رحت دولة عندها تاريخ في الكورة بشكل طبعا عام، عندها سيستم ده معين. تحس مثلا ان ده توفيق ربنا طبعا رقم حاجة، مم. وربنا حاسس ان انت تعبت قوي في وقت قصير مم. وعملت حاجات هو كلمك كتير. المستشار قال لك اه معايا؟ المستشار كلمني، بعت لي قال لي محتاجك معايا هناك. فطبعا قلت له حاضر، وتواصلت على ساعتها مع العاصي، كان هو المدير التنفيذي بقى في النادي. وطبعا برضو العاصي كان عارفني من ايام بيراميدز، امم. والعاصي برضو كان من الناس اللي لما جت سيرتي في بيراميدز هو كان اللي عامل ريكومند ليا برضو مع مستر كويس. محمود الاسيوطي. اه. فهو طبعا في سابقة اعمال مع بعض وفي احترام متبادل. امم. وهو كان اخ كبير ليا، محمد محتاجينه، محمد شاطر. فطبعا لما رحت معاه المستشار قال لي يلا نشتغل. امم. فطبعا بالمجموعة اللي هناك هم بدأوا الدوري يوم 7/8، مش فاكر تحديدا، أول 8 أنا وصلت 19/9. اه. كنت سبت بيراميدز 17/9 غالبا، وصلت 19 أو 21 كده. اه. اشتغلت فعلي 1/10. على طول. على امم. طول. أنا امم. أصلا قدمت استقالة من بيراميدز. بعد كده كان ربنا كرمني بمولودة اه يومين. ربنا يخليها. المستشار قال لي يلا تيجي بقى دلوقتي اه. بعد ما قدمت استقالة من بيراميدز. امم. لان برضو كان قبلها لسه انا كنت في كابتن حسام البدري كان في المنتخب، ممكن اروح امم. معاه. اه اوكي، وكان كان في ساعتها مسك المنتخب. اه. وكان في كمان احد الانديه في مصر الكبيره. مين؟ احد الانديه الكبيره في ماشي مصر كان اوكي. حصل قعده وكده، اوكي. وما اتفقتش فيها. فبعديها بقى المستشار عرف ان انا مشيت على طول، امم. قام باعت لي. امم. فرحت والعاصي قال لي يلا مستنيينك. رحنا اشتغلنا، احنا كنا مجموعه لسه جديده في البلد، خدنا وقت، قعدنا 3 سنين لغايه ما حققنا التارجت اللي كنا حاطينه. وكان اه العاصي 3 سنين بصراحه درجة تانية. والعاصي بصراحه من اول يوم كان قايل ان احنا خلال 3 سنين هنصعد دوري ممتاز، حلو. وربنا كرم وصعدنا فعلا بعد 3 سنين دوري ثلاث ممتاز. سنين ولا اقل؟ 3 سنين بالظبط، 3 سنين. موسم اولاني التاني التالت صعدنا. اه يعني التالت كنتوا في الدوري كنا في الممتاز. الدوري، لا صعدنا بقى من الدوري اللي يعني اه اه، يعني حضرنا. التالت كان اخر موسم في الدرجة التانية، بالظبط وبعدين في الرابع بالظبط بقيتوا دوري ممتاز. بالظبط. اه. وقعدنا سنتين هناك في الدوري الممتاز. سنة قعدنا فيها بشكل محترم، يعني عملنا ماتشات كبيرة جدا وكسبنا فيها برشلونة. اه. اه وعملنا فاكر ماتشات انا. كبيرة قدام ريال مدريد، وعملنا موسم محترم. قعدنا في آخر الدوري بس الحمد لله كان موسم جميل. امم. السنة اللي تانية اللي بعديها ما كناش موفقين شوية، حصل تغيير في الإدارة في الإدارة الفنية. اوكي. زائد إن حصل برضو تغيير في اللعيبة، بقينا لعيبة لأن اه إحنا كنادي. برضو الإدارة نادي استثماري اكتر برضه. وكان الإدارة التنفيذية بقيادة محمد العاصي برضو. قلت لك هو شاطر في حتة البيع دي، امم. كنا بنبيع كتير قوي. احنا امم. بعنا في أول 4 سنين ب 140 150 مليون يورو. كان داروين ابرزهم نونيز. داروين نونيز اه نجم ليفربول، دلوقتي بعتوه لبنفيكا صح؟ لبنفيكا ب 24 زائد بلس 10 لو اتنقل اي مكان تاني. اه. فراح بعدها ليفربول بعد سنه هناك في بنفيكا اه. فخدنا ال 10 بقت 34. بعنا اه. عمر صديق لريال سوسداد، كنا امم. جايبينه ب 9 مليون او 8 مليون. امم. بعناه ب 22. بعدها البلال توريه، اوكي. كنا جايبينه من فرقه في فرنسا امم. ب 8، بعناه ب 32 لاتلانتا. امم. بعد كده في رمضاني كنا جايبينه من مانشستر يونايتد، بعناه ب 700 ليدز. ما شاء ف الله. ده ف اللي هو مين؟ لارج رمضاني. اه اوكي، لاعب يعني في بيلعب وينج ليدز. ليفت، اه بيلعب اوكي. دلوقتي حاليا في ليدز. اه اه. فلا بعنا كتير الحمد لله، زائد لعيبه تانية بابيتش لروسيا. لا الحمد لله. والعاصي انا بقول لك برضو تاني لان ده كريدت بتاعه حقيقي، يعني هو شاطر في موضوع البيع امم. والشراء جدا جدا. ما فكرتوش انتوا هناك تجيبوا حد من الدوري المصري؟ والله ما كانش فيه فرصه. يعني احنا كنا مركزين قوي هناك، وكنا عارفين تدعيماتنا دايما وحاطين اولوياتنا. في مصر ما كانش في حد ظاهر قوي، اه. غير ممكن في فتره اه. كنا ممكن هنجيب تريزيجيه، بس هو كان ارتبط والله. بعد ما مشى من استون فيلا راح امم. تركيا. راح تركيا اه. بالظبط. اه. الفترة دي أول ما احنا صعدنا دوري ممتاز. اوكي، لأن كنتوا هتجيبوا النهاردة تريزيجيه في اسبانيا. فكرنا فيه فكرنا فيه، وكان بس هو هو ارتبط كان خلاص. ارتبط يعني فكرتوا بعد ما خلص هناك في تركيا؟ هو احنا ما كناش عارفين، ما كانش الموضوع معلن، بس بعد ما فكرنا فيه وكلمناه لقينا اللي هو كان خلص في راح تركيا. تركيا. مم. زائد ان هو كمان اللعيبه هنا في مصر للاسف برضو فكره ان انت وانت في الدرجه التانية يجوا بتبقى تقيل عليهم. يعني هم مش مم. عارفين اصلا ان الدرجه التانية في اسبانيا دي. زي الدرجة الممتازة هنا، الدوري لا هي الممتاز. مش زيها، هي قدها أعلى. 10 مرات. لا مم. 10 مرات من ناحيه فاهم. تنظيميه، كواليتي لعيبه، مم. كل حاجه تتخيلها يعني. مفهوم فالنهارده ما كانش يمكن لسه في من 5 سنين الثقافه بتاعت اللعبه لا انا هروح اوروبا كده كده عادي واحارب واصعد زي مثلا مرموش مم. مستحمل. ما شاء الله عليك. زي ما في تجارب كتير دلوقتي الحمد لله بدات تنجح يا رب وتستمر في النجاح. مم. لا الناس ما كانش عندها كده. انت اول ما رحت برضو كنت بتقولي بره دلوقتي ان انت جبت
حد يعلمك كل حاجه هناك؟ بص، كنت انا دايما بشخصيتي بحب ان انا لما اكون موجود يكون ليا تأثير مثلا، او ان انا مثلا بكون بشتغل على نفسي، لازم اكون مواكب المكان اللي انا رحت له ده. طبعا طبعا كل الشكر والفضل لمعالي مستشار تركي الشيخ طبعا، ان هو يديك المساحه اصلا دي، زائد محمد العاصي المدير التنفيذي، ان هو عارف ان انت لسه جاي مفيش اسباني، انت لسه واخد ثقافه جديده تماما، فانت النهارده لو مش وراك ناس بتدعمك مش هتبقى موجود اصلا يعني. مش هتزهق، هتتعب، صح. لان غربه، مشاكل كتير، فرق ثقافه، فرق لغه، حاجات كتير جدا. فانا لما رحت ربنا اكرمني يعني ان انا لا يلا نشتغل بقى ايه على نفسنا شويه، فاشتغلت شويه على نفسي في الاسباني كويس جدا. زائد ان انا بتجيده تماما، بقيت تعرف تتكلم اسباني 80-90% الحمد لله. برافو والله، كويس. الحمد لله. زائد بقى الموضوع العقليه، كنت دايما اسمع عن العقليه الايجابيه والعقليه السلبيه. انا راجل خريج مدارس حكوميه، فالكلام ده ما كنتش سمعت عنه قبل كده يعني. فحبيت بقى ان انا اعرف ايه العقليه الايجابيه اصلا اللي انتوا بتقولوا عليها دي، لان دي اوروبا عامه الناس ايجابيه هناك، الناس بتفكر دايما بطريقه عمليه. فانا بقى فاهم لسه، فجبت حد لايف كوتش فعلا، تعاقدت معاه علمني بقى يلا كويس. عشان ابقى مواكب نفس الناس اللي اعرف اتكلم معاها النهارده. انا وانا تحاول تطور من نفسك، الحمد لله فضل ونعم. النهارده بعد وانا في الماليه بعد 3 سنين مثلا عملت برضو ابلكيشن خاص بتاعي انا، ازاي تدير النادي من خلال ابلكيشن. الحمد لله فضل ربنا. وده كله من اجتهاد واستثمار بتاعي انا. لان انا بقول لك دايما بيبقى في ابديت لنفسي، لان بخلق شغف جديد، عايز اعمل حاجه. انت رأيك ايه في حتة ان احنا عندنا يعني لو حد فشل مرة، في التانية، في التالتة بيفضل ياخد؟ انت لمست يمكن اكبر مشكلة في الكرة المصرية والادارة المصرية عامة لكرة القدم، فكرة ان احنا عندنا في مصر معرفش ازاي بنتقبل فكرة ان حد يفشل مرة واثنين وثلاثة ونديله مساحة تاني. يعني انا مش ضد ان انت تغلط مرة مثلا وتاخد فرصه، ما عنديش مشكله في ده، هو دي الحياه اصلا. مفيش حد بيعمل كل حاجه صح. بس فكره انك تدمن الفشل وتبقى ناجح وتتكلم بصوت عالي، وانك انت بناء على ايه؟ يعني انا النهارده مثلا هي اصلا من ضمن مشاكل الكوره في مصر عناصر اللعبه ايه في مصر؟ مسؤولين، لعيبه، جمهور. صح. عارف في اختلاط دايما في الثلاثه دول. يعني ان مفيش حد مختص بحتته. احنا لازم نتكلم في كل حاجه. تلاقي مثلا مع احترامي المسؤول بيتكلم في فنيات، تلاقي مثلا الفني بيتكلم في الاداره، تلاقي الجمهور بينظر على كله. يا جماعه لا، يا جماعه لا. كل واحد ليه حاجه، كل واحد ليه حاجه يركز فيه. انت كجمهور في الاخر انت حقك تنقد ولا حقك تزعل ده حقوقك طبعا. بس مش انت اللي في الاخر هتاخد. يعني النهارده مثلا خلينا نتكلم بمثال واضح شويه. النهارده مجلس اداره نادي الزمالك ما خدش قرار ما ببيع زيزو بمبلغ قد كده عشان ارضاء للجمهور وللاحتياج الفني بس عشان ما يروحش الاهلي. النسبه الاكبر لا، الفتره الاولانيه اللي بتاعت عرض لما ما رضيش بيهم كان من ضمن الاسباب انه عشان ما يرجعش على الاهلي. انا مش فاهم هي ايه الازمه. انا النهارده كسبت في اللاعب ده 6 مليون ما يروح الاهلي. انا مش فاهم هي ايه الخضه دي، ايه اللي يعني دي الاحترافيه. قلق من جمهور. ما هو ده اللي حصل في الاخر، ان انت فضلت قاعد لغايه لما راح للاهلي وببلاش. فالنهارده دي لا كارثه. ان انت مسؤول كاداره او محطوط في المكان ده. طبعا انت محطوط النهارده في المكان ده عشان الناس دي امانه، الناس فوضتك واديتك صوتها عشان تدير بالشكل الانسب والصح اللي انت شايفه من وجهه نظرك. قد تصيب قد تخيب، مش مهم. ماشي، مش مهم. بس انت اشتغلت بس انت شايف بامانه صح. انما ده مش هرضي حد على حساب حد. يعني انا مش هرضي حد على حساب حد. انت بتشوف النادي الزمالك في ملف زيزو ده اتعامل غلط خالص؟ تماما، من وجهه نظري تماما غلط. لا كارثه اداريه. يعني في بقى حاجه حصلت. زيزو غلطان في حاجه في رايك؟ طبعا بص، في مين الارقام بتاعه الموضوع ده؟ زيزو، اللجنه الفنيه، لجنه التخطيط، لجنه التخطيط، اداره مجلس الزمالك، كل واحد عنده غلط بقدر. نتفق ونختلف انا وانت مين اللي غلط الاكبر. يعني انا زيزو كنت طبعا شايف من اللعيبه المميزه جدا في مصر جدا، وعنده استمراريه مش طبيعيه ما شفتهاش عند لعيبه كتير. دي حاجه تحترم. وكنت مصدقه لحد ما قال انا مع نادي الزمالك وخلصوا اللعيبه وترجعوا لي. بس لا، الكلام ده ما طلعش صح. الكلام ده ما طلعش صح. انت كده بتناقض نفسك. وبعدين انت عايز، انا برضو دي حاجه بمناسبه زيزو بقى، هو انت عايز ربنا يكرمك يا رب يوفقك تكسب حب جمهور الزمالك، ورايح لجمهور الاهلي تكسب حبه وتاخد الفلوس من جمهور الاهلي، وعايز جمهور الزمالك ما يزعلش عليك بعد ما تمشي. هو انت عايز كل حاجه؟ يعني مش فاهم. مفيش حد بيقدر يعمل انت كل حاجه. ما هو عمل كده عشان كده. يعني هو زيزو عمل ايه؟ انا مع نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك ولسه. يمكن هو كان في الاول فعلا مع نادي الزمالك ومستني نادي الزمالك لحد اما
لقى ان نادي الزمالك نفسه هو نادي الزمالك معلش النهارده مش مجلس اداره 4 اشخاص ولا 5 اشخاص ولا 10 اشخاص، نادي الزمالك ده كيان كبير قوي طبعا. بالملايين. لا انا الملايين بتكلم دول ذنبهم على ايه؟ حد وصف مثلا المقربين من زيزو ان المفاوضات بيبقوا متفقين على حاجات وفجأة بتتغير. يعني طبيعي. آه، طبيعي. في حاجات غير منطقية ساعات طبيعي. انت بتتقال. سؤال، هو مش زيزو في قال طريقة في التعامل، انا بنقل لك وجهة النظر التانية معاك؟ بقى. ده حلو في كده، انا طريقة مبسوط في كده. طريقة في التعامل ما كانتش كويسة، في اهانات بشكل او باخر على حلو. السوشيال ميديا من حلو. بعض المسؤولين سابقين. ما كل الحاجات دي ممكن تكون عملت تراكمات عند زيزو خلته خد قرار مختلف عن اللي كان بيعلن عنه قبل كده. تمام. ده ممكن ما يكونش عذر للاعب في الحتة دي في اسلوب التعامل بس. واحد بعقليه زيزو ان هو ان احنا بنسمعها عنه لان ما اتعاملتش معاه بشكل شخصي، ان هو عليه احترافيه وراجل ملتزم جدا، صح؟ انت ما عندك من الشجاعه ومن الشخصيه ان تطلع تقول انا حصل معايا 2 3، كنت تطلع قول في ساعات، ما تقعدش تسيب وتاخر وتشوف الناحيه التانية ده تهريج. الغلط الاكبر عند مين، اداره ولا زيزو؟ لا، اداره صاحبه القرار من الاول. لا، اداره بالنسبه لي. وزائد ان انت النهارده كاداره في حاجه حصلت من لجنه التخطيط او من الاداره عامه، بصراحه انا ما انبسطتش منها. انت النهارده مثلا انت ازاي ما عندكش السنس او او المعلومات ان اللعيب ده معاك ولا مش معاك من بدري؟ يعني خلينا نتجاوز حته ان زيزو ما مضاش ليه او ما مشاش ليه من زمان، خلينا نوصل من اول شهر واحد باخر 6 شهور. انت ما عندكش المعلومه ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، انت مش شايف اللعيب اللي معاك ده، مش قادر تقعد معاه وتقيمه. طيب حلو، ايه الاليه اللي انت اتعاملت معاه بيه في التجديد؟ عندك 2 آلية. واحد، لا تديله اللي هو عايزه وتوافق وخلاص وتتحمل بقى فيما يحدث بعد ان انت معكش فلوس او ان هيحصل مشاكل جوه اوضه اللبس ولا تمام. رقم 2، ان انت انا كمحمد عادل هفكر ان لا، انا النهارده مش هقدر اجاري الاسعار دي، هتعمل لي مشاكل كتير. خلاص اوكي، اهم نجم عندي انا بقيمك بكذا اللي هو اعلى حاجه انا اقدر اديها لك. اهلا وسهلا، مجددت معايا في نادي الزمالك وهبقى فخور، مش معايا مع السلامه واشوف وشك على خير. لان انا نادي الزمالك بالظبط. ده اصلا هيساعدك في ده اللي كان جاي. الطريقه اللي لازم يتعامل بيها النادي. انا النهارده هساعدك ده كمان في اللي جاي صح لو زيزو ما جددش. صح. طيب نادي الزمالك حب يعمل كده لمده، وبعد كده شفنا رد فعل زيزو ووالده ما عجبهمش. حصل بعد كده اعتذار من لجنه التخطيط او من الاداره لزيزو ووالده. ليه؟ على امل تجديد. برضه مش صح. يبقى انت كده ولا كسبت ده ولا كسبت ده ولا كسبت ان انت قدرت تخلق اداره الملف، حاجه تبني عليها. الملف كان غلط للامانه من نادي الزمالك. وانا زيزو انا بقول لك انا اسمع ان هو لعيب ملتزم جدا ولعيب محترم وكنت مصدق كلامه، بس انا في الاخر حسيت ان هو لا، هو عارف هو بيعمل ايه ولا وجمهور الزمالك في الاخر ما يستحقش ده. بص بكل وضوح الزمالك ما يستحقش الوضع الحالي بشكل عام في النادي، ولا يستحق زيزو برضو ان هو معلش يستحمله. زيزو مختصر نادي الزمالك كله اللي هم مثلا قد نقول 40 50 مليون مثلا مشجع لنادي الزمالك ومحب، مختصرهم في 10 اشخاص بيديروا مجلس الاداره. فاهم. وده بالصح. دي بص، كان حصل حوار كده لزيزو ولا مش فاكر لمين من فتره، كنت قاعد مع احد اصدقائي يعني، وهو بيتكلم انا قلت له بس هو خلاص مشى من شهر واحد شهر 2، قلت له ده مشى خلاص والله. لان دي المقدمات، انا حسيت ان ده مش مكمل في نادي الزمالك وانا مستني لاخر يوم. اخر يوم ايه؟ طب ما كنت اوفر فلوس احسن ما تستنى لاخر يوم، فاهم؟ كلام مش متزن. طب وليه ما يكونش النادي هو ما وفرلوش اللي هو عايزه؟ جينا على اخر يوم سمعنا ان الكابتن احمد حسام راح وقال له كل حاجه ده بعد ما هم بعد كنادي زمالك. طب وانت وقعت ليه دلوقتي؟ ما هو قال لك بقى ده ما فيش يعني، هو انت ما استنيتش اهو، ما اخر يوم ده المفروض شهر 5. طيب توقعت ليه؟ قال له اعتبرني موقع ولا ايا كان المعلومه ايا كان يعني ما اعرفش، بس لا. طب وليه ما نقولش ان جاله عرض افضل بالنسبه له مثلا يعني؟ براحته. انا بالنسبه لي مش شايف ان اذا هو حق اللاعب طبعا 300% طبعا. انا راجل بدير، فانا فاهم ليا ايه وعليا ايه. حقه روح. انا اصلا مش شايف ان اللعيب في مصر يستحق الزعل ده، ودي حاجه مزعلاني جدا من الجمهور. لسبب، انت ممكن بعد عبد الله السعيد، شيكابالا، ابو تريكه، محمد بركات، كان في جيل كده. لا انا راجل بس بقى. جمهور الاهلي زعل قوي على عبد الله، زعل قوي على رمضان صبحي. ايوه، ما دي كواليتي تزعل عليه فعلا. طب وزيزو مش نفس كواليتي كبير. بس النهارده في مصر الفوارق معلش. زيزو مع نادي الزمالك في 4 سنين 5 سنين المحصله اللي هو مثلا 3 سنين ما لعبتش افريقيا، 2 دوري، 2 كونفدراليه، صح ولا لا؟ صح. هو نادي الزمالك مش هيقدر يحقق نفس المعدل ده مع اي حد. لا هيقدر. نادي الزمالك هو اللي بيحقق. نادي الزمالك بجمهوره طبعا يعني انا برضو النهارده على النقيض على الناحيه الثانيه النادي الاهلي النهارده انا جبت ديل مع، طبعا دي برضو احد عيوب الرياضه المصريه عامه، مفيش رقابه ماليه. بمعنى ايه؟ انت مصاريفك ايه
وبتصرف كام وبتجيب كام وبتكسب ايه. جبت لعيب زي زيزو ب 400 مليون 500 مليون، الارقام اللي بنسمع عنها تمام. بس معظم الارقام دي مش حقيقيه يعني. اوكي افريج قول 200 مليون. ماشي تمام ماشي حلو 200 مليون. خلي بالك في فرق ما بين النادي يدفع ال 200 مليون ولا ده كلام مش صح ولا الشركه ده كلام مش صح. ولا ده كلام احنا رجل بنصور بيه أعمال نفسنا ولا بس. كلام من ده. لا انا بقول لك على بيتردد ماشي بس ده كلام مش صح. او النادي الاهلي في الاخر يعني برضه في الاخر عايز تقول ان في الاخر هو الاهلي. زي مثلا الناس جم قالوا زمان ده عنتر لما بعتوه راح الاسيوطي ب 15 مليون ده رقم بوظ الدنيا. او مين اللي مش فاكر برضه وصلاح محسن راح الاهلي ب 40 مليون 42 اصل 42 الاهلي اللي دفع. وتعالى قبل كمان معانا المستشار تركي آل الشيخ. شريف عبد الفضيل من الاسماعيلي في 2008 2009 كان جايب 8 9 مليون جنيه. 8 مليون ما يوازي 90 مليون جنيه دلوقتي صح ولا لا؟ كان رقم برضه ساعتها. طيب هو بس الناس بس ايه مش عايزه تشوفها فاهم. لا الكلام ده بيراميدز جاب تعاقدات كتير برضه. أيوة الفرقه برضه هو اسمها ايه جديده العهد. عايزه تخش بقوه. دفعت ارقام اول سنه طبيعي. بس كل سنه في الدفع بتقل لان بقى عندها قوه بس. فانا بقول لك لا انا النهارده بحسبها انا راجل تجاري. النهارده يعني كام يديني ايه مفهوم. هل مثلا ده اقدر اعمله ب 100 مليون بس ب 50 لا ما اقدرش بحتاج يجيب ب 200 اوكي خلاص اتفقنا هجيبه ب 200 بدل مش قادر ان انا احققه بنفس التارجت باقل فاهم. فانا شايف بصراحه نادي الزمالك كمان الفتره دي بامانه حالة الأضعف في الجمهور يعني. الناس اللي بيحصل ده مش طبيعي بصراحة. الناس مخلصة صعب. وهي نادي الزمالك لاقي على معادلة الحياة فاهم. في ناس كده الدنيا بتيجي عليها وهم ناس كويسة. لا نادي الزمالك جمهور وافي جدا 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 وبيحب النادي تحت أي ظرف. واللي بيحصل ده مش طبيعي. ده رايح ده رايح ده رايح. خصوصا ان في نادي الزمالك تحس ان انت تعرفش مين المسؤول الأول عن كارثة في حق كابتن حسين نبيل. مع حد يتكلم ده وده 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 أي لاعب بيجي يتكلم يلاقي كذا حد بيكلمه. كابتن حسين لبيب راجل زملكاوي مفيش شك. وخد بالك مفيش حد موجود جوه النادي مش زملكاوي. بس أكيد. النهارده في فرق ان انت راجل تبقى بتحب نادي الزمالك وان انت تعرف تفيد نادي الزمالك حتى لو ما بتحبوش. صح هي دي الفك. النهارده مثلا انا عايز اشتغل هنا حد يكون ابن النادي يا حبيبي. ده اولاد نادي الزمالك مع احترامي ليهم اكتر من اداروا النادي طبعا. ده كلام واضح يعني البعض اكيد انا ما بجمعش. مفهوم. فانت وصل لك انا عايز اقول ايه. فالنهارده كابتن حسين انت راجل زملكاوي 100% وكل اللي بيحصل ده معلش سواء خطا من لجنه التخطيط من مدير فني من اي حد انت المسؤول. انت اللي هتحاسب على الليله دي. فالموضوع واضح يعني. الموضوع صعب. طيب وانا بختم معاك يا محمد قول لي انت بتفكر في ايه في اللي جاي. مستني حاجه مثلا لو هنا في مصر ما عندكش مشكله ولا بتارجت بره اكتر ولا القصه ايه؟ والله في الاخر هو سعي وتوفيق من ربنا. انا اكيد بتارجت بره واتمنى ان انا يكون ليا لسه نصيب بره في حاجه او في مشروع جديد. وهو ده الهدف. وزائد ان انا كمان عندي الابليكيشن بتاعي ده خلاص الحمد لله متفرغ ليه دلوقتي. الحمد لله بنتطور وبنتوزع داخل انديه بره مصر. فدي حاجه الحمد لله مفرحاني. زائد بقى ان انا ان شاء الله على حسب الفرص في مصر يعني في مصر مشروع مغري محترم نادي عايز يعمل حاجه طبعا هبقى شرف ليا يعني اكيد ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك يا رب كل التوفيق. وسعيد جدا بتجربتك وحاجه بصراحه تفرح. وان شاء الله باذن الله تحقق كل نفسك فيه في الفتره الجايه. ربنا يخليك واتمنى ان انا اكون كده يعني قدرت ان انا اوصل حاجه للناس. وانا كنت مبسوط جدا ان انا كنت والله معاك. انا كنت مبسوط اكتر. نورتنا وشرفتنا وموفق دايما باذن الله. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ محمد عادل مدير الكره السابق في نادي الميريا الاسباني. كلام كان كتير وبعض الكواليس كمان اللي الناس كانت نفسها تسمعها في مراحل كتير جدا جدا. فدي كانت حلقتنا النهارده من كوره توكس. ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده قريب جدا. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.